تفضل. تفضل ناصر، افتح المايك. افتح المايك. لا لا، ايوه الشاشة. يس. سامعني هسه؟ نسمع. طيب، شكرا أمينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راح نبدأ البرنامج آه، لتأبين فقيدنا الراحل المناضل محمد عمر يحيى، والافتتاح بآية من الذكر الحكيم وموعظة قصيرة لشيخنا الفاضل الشيخ عمر أحمد، إمام مسجد الجالية الإريترية في ستوكهولم. فتفضل الشيخ عمر. بروغرامنا عندنا جمرنا هنا اتي ناي مجمر يا مختتي بروغرامنا قاني بقرآن كنجمرو هنا. الشيخ أعطيني اسمه أستاذ ناصر. الشيخ عمر أحمد. الشيخ عمر أحمد إن شاء الله قرآن قرأنا. لا لا هعمل لك كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلوات ربه وتسليماته عليه. أيها الأحبة في الله، الموت حق، والموت لا شك فيه
على كل إنسان غنيا أو فقيرا صغيرا أو كبيرا. الله تبارك وتعالى يقول فيها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة قوة العقيدة والإيمان، السعيد فيها من يذكر بكلمة طيبة، السعيد فيها من يخرج منها وهو في سيرة طيبة، مثل أخونا محمد عمر يحيى. أنا ما بعرفه معرفة حقيقية، ولكن عندما تابعته من أيام وفاته في النت رأيت أن هذا الرجل كانت له مكانة بين أصحابه وبين أقرانه وبين أصدقائه وبين المناضلين، ومنذ تأسيس هذه الثورة المباركة كانت له سولة وجولة. وهذه الدنيا أخوة العقيدة والإيمان من يخرج منها وهو في سيرة طيبة يذكرونه ويحبونه ويقدرونه، هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ومن حسن أعماله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كل ما ذكر من خير أن يجعله في ميزان حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا مع أصحابه مرت جنازة، فقالوا: هذه جنازة مين؟ الصحابة. قال: هذا جنازة فلان ابن فلان، الرجل الطيب، الرجل المشارك، الرجل ذو خلق، ذكروه بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت وجبت وجبت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرت جنازة ثانية، فقالوا: هذه جنازة مين؟ قال: هذا جنازة الرجل الخبيث، هذا الرجل ذو سيء الخلق، ذكروه والعياذ بالله بأخلاق سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت وجبت وجبت. وعند انتهاء كلامه صلى الله عليه وسلم الصحابة لا يفوتون مثل هذا الكلام. يا رسول الله، مرت جنازة ثانية فقلت وجبت، ومرت جنازة ثالثة ونحن نتحدث فقلت وجبت، ماذا وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكرتم الجنازة الأولى بالخير ووجبت لها الجنة. ذكرتم الجنازة الأولى بالخير، حسن الخلق، طيب، حسن المعشر، يعني زول يعني مشارك، زول معناها ما عنده معناها يعني أعمال سيئة، أنتم شهداء الله يوم القيامة على سائر الناس كلهم. وذكرتم الجنازة الثانية بالسوء والعياذ بالله فوجبت لها الناس. ولذلك أخوة العقيدة والإيمان، الكريم من في هذه الدنيا من يخرج من هذه الدنيا وله سيرة طيبة ويحبوه الناس ويتأسفون على فقده وعلى مفارقته. ولذلك أيها الأحبة في الله، والله عندما كنت أقرأ، وربما أنا كتبتها نوعا من بعض الأخوة الذين كانوا يكتبون، وإن شاء الله ممكن إذا سمحت لي فرصة يعني كتعزية أقدمها، يعني الورقة هذه بعد يعني الأخوة يتكلمون إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاده وفي عمله وفيما قدم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة، وأن الذين يجعلون إن شاء الله من الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، ومن الذين يقولون: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم اكرمه مكرما يا رب العالمين، وارزقه الجنة الفردوس العالى يا رب العالمين، واسكنه فسح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ عمر لهذه المقدمة الطيبة. افتح الشاشة يا أستاذ ناصر، طيب جيبها لعندك. أي نعم. يا فبعد الافتتاح من الشيخ عمر راح نبدأ برنامجنا الآن. فأنا راح أتحدث وأتكلم باللغة العربية، والأخ أمينو اللي شايفينه في الزوم هيكون باللغة التجرينية. فما شاء الله لدينا متحدثين كثر في القائمة، فأكثر من 3 دقيقة لكل متحدث ما راح نسمح، لأنه الوقت ما يسمح لنا، لأنه لحد الساعة 6 فقط عندنا اللوكال. فإن شاء الله بعد ما أنا والأخ أمينو نقرأ السيرة الذاتية للشهيد المناضل، راح يكون في كلمات للمناضلين الذين عاصروا الشهيد المناضل محمد عمر يحيى. فقط كمقدمة ممكن نذكر كلمة الدكتور المناضل يوسف برهانو، بعدين كلمة أسرة الشهيد راح يقدمها الأخ ابن أخوه للمرحوم الأخ علي أحمد عمر يحيى، وهو في بريطانيا بيرنغهام عن طريق الزوم. بعده حتكون كلمة للأخ المناضل محمد إسماعيل همد، بعده كلمة للأخ المناضل جرزجير طولده، بعده كلمة للأخ نقاش عثمان، وبعده راح تكون في كلمات لأخوة كثر راح نجيهم في وقتهم. فالآن فقط كمقدمة، قبل ما نقرأ السيرة الذاتية للشهيد المناضل محمد عمر يحيى، نقول فيها: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فاليوم بقلوب مكلومة وعيون ضامعة ووجدان يغمره الحزن والتقدير نودع أحد أعمدة النضال الوطني الإريتري وأحد المخلصين الذين عاشوا من أجل وطنهم وبقوا على العهد ثابتين. هو المناضل الفذ محمد عمر يحيى الذي ارتقى إلى جوار ربه يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 في مدينة القضارف شرق السودان، بعد رحلة كفاح شريفة امتدت لقرابة 7 عقود سطر فيها ملاحم من الوطنية والوفاء والتجرد. لقد عاش المناضل الشهيد محمد عمر يحيى حياة زاخرة بالعطاء، متنقلا بين ساحة النضال السري والمسلح وبين ميادين التعليم والتعبئة السياسية، إلا أنه بقي ذلك المناضل البسيط المتجرد الصادق الذي يرى أن قيمة الإنسان في فعله لا في أدوائه. كان ميدان عمله هو الناس، وصوته لا يسمع في الإعلام بل في الميدان بين رفاقه. لقد رحل الشهيد المناضل محمد عمر يحيى وترك لنا إرثا نضاليا لا ينسى، وسيرة تفيض بالعطاء والإيثار في زمن يزداد فيه الضجيج ويقل فيه الفعل. تبقى سيرته شمعة مضيئة ونبراسا يهدي الأجيال. نسأل الله أن يتقبله في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجزيه عن شعبه ووطنه خير الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن أترك الميكروفون للأخ أمينو أن يقدم السيرة الذاتية باللغة التجرينية، وبعده أنا راح أقدمها باللغة العربية. تفضل أخ أمينو. شكرا أستاذ ناصر. مجمريا أنكو عبد الحمد ساكم نخلكم كتسيلة دماني اتي نلوم حزنا يدلنا بروغرام كما يمثل قرب مبرهيق بكم أبتي قداين اخنا أتمتا نلوم شات بزحات لقايش بزحات ون قال كهبوز داليو كم زلو يرد عنا ايو
كوين جن نخل متان عدل كركب تي كوهابكم تفقيدو زلو عدل ناي 3 دقيقة يكون مالتيو نزغا كنقوا صروهم في التنينة دس مبلنا خاون لعلف نبوكم جن تي ناي جيزي خونتاتن مستي بزحين ايتوم قال كهبوز دليو اب قمت تاو مالتيو ناي لومي بروغرامنا خمزي اقدمنا جمرنايو بقرآن الكريم جميرنا بشيخ عمر احمد قصيلة دماني اتي بروغرام كمي مسل كحبركم تراخوينه بمجمريا انا بتقرينيا بتصاي ناصر دماني بعرب نحتصير تاريخ هيوت سو استاذ عمر محمد عمر يحيى كان غربينا مالتي دحرتي حتصير تاريخ مجمريا دكتور يوسف برهانو قال كقربي قصيلهم كاب سدرا بيت ناي سو استاذ محمد عمر يحيى علي احمد كقربلنا ايو دحريو قصيلنا دماني استاذ محمد اسماعيل همد كقربلنا ايو دحر استاذ اسماعيل همد كاني استاذ جرزجير تولدي كاب ادما دكتور نقاش عثمان كنهبوين عبد المالتيو زي كم مبقسي نايتوم أقدمهم بالزارب خون كله جن حدا بزح زبل قصري زحازة سفح ناي عدل مهابون كله ناي بزحات بزي نايلو معلتي نزخري ناي حازل معلتي لنا ناي أستاذ محمد عمر يحيى نقول لنا ملقتي كم حلال فوز دليقة عدل كنهبينا مالتي ممكن تتفضل أستاذ ناصر تقدم السيرة الذاتية. شكرا للأخ أمينو. طيب، المناضل الرمز محمد عمر يحيى ولد في سنة 1939 وتوفي في سنة 2025. فالآن السيرة الذاتية للمناضل الرمز الشهيد محمد عمر يحيى. ولد الشهيد محمد عمر يحيى في بلدة حديث أو حديش كما يسمونها أهلنا في أكولوغزاي في شرق أكولوغزاي في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي، وله أخوان و4 أخوات. تلقى دراسته الابتدائية في حديش ثم انتقل بعد مع أسرته إلى بلدة قرارد التي تقع على بعد بضع كيلومترات من حاضرة أكولوغزاي مدينة عبد الغيح. ثم انتقل من هناك لمواصلة تعليمه إلى مدينة كرن حيث عاش فيها حياته برعاية ابن عمه المرحوم السيد سعد محمود. وفي كرن التي تعتبر قلعة النضال الوطني الإريتري بدأ نشاطه الوطني في صفوف الحركة الوطنية الإريترية وهي في بداياتها. والآن راح أعطي معلومة جديدة بالنسبة لي على الأقل قد تكون للكثيرين أيضا. شارك في تأسيس تنظيم سري إريتري في مدينة كرن عام 1957 مع كوكبة من الوطنيين الإريتريين بقيادة الشيخ المناضل آدم محمد علي أكتر. وبعد انطلاقة حركة تحرير إريتريا أو الحركة محضر شوعته كان من الشباب الذين انضموا إليها مبكرا وبدأ نشاطه مع عدد من رفاق النضال. ويشهد الجميع بأنه كان أحد أبرز المنظمين لتظاهرة الطلاب في كرن في سنة 1958. انتقل إلى أسمرة لمواصلة تعليمه في معهد إعداد المعلمين TTI Teachers Training Institute. وبعد التخرج منها تم تعيينه في السلك التعليمي، حيث تنقل في أداء رسالته التعليمية كمدرس في عدد من المدن الإريترية. واصل نشاطه السياسي حيث كلف من قيادة الحركة بمهمة تنظيم الخلايا السرية في أكثر من مكان داخل إريتريا وحتى في إثيوبيا، حيث كان يعيش أبناء خاله الوطنيين أحمد كربية وعمر كربية في مدينة دسة في إثيوبيا. ونجح في استقطاب أعداد كبيرة من الوطنيين الإريتريين حسب النظام الذي كانت الحركة تتبعه.
تعرض لاعتقالات عديدة وتعذيب في سجون العدو الإثيوبي. وبعد انطلاق الكفاح المسلح بقيادة جبهة التحرير الإريترية انضم إلى صفوف الخلايا السرية للجبهة وواصل عطائه على أكمل وجه. في العام 1967 تزوج في مدينة كرن مع ابن عمه زي ما قلنا المرحوم محمد سعد محمود في كرن بالسيدة روضة صالح. وبعد مرور أسبوع فقط على زواجه تم اختاره من الإريتريين العاملين في الشرطة الإثيوبية، وهما السيدان سرجنت رمضان صالح وتلنتي أحمد إبراهيم، بمعلومة تحذيرية مؤكدة تفيد بقرار تصفيته من قبل سلطات الاحتلال، ما اضطره إلى ترك عروسته. قلنا بعد أسبوع من زواجه الكلام هذا، ترك عروسته ومغادرة مدينة كرن ليلا والالتحاق بصفوف جيش التحرير الإريتري في المنطقة الثانية آنذاك التي كان يقودها الشهيد البطل عمر إزاز. وبعد تلقي التدريب العسكري واصل نشاطه الميداني وأبلى بلاء حسنا كجند وكادر متقدم، ثم تم توجيهه من قبل قيادة المنطقة إلى مقر القيادة الثورية في كسلا. وبعد توحيد جيش التحرير الإريتري تم توجيهه في العمل السياسي الدبلوماسي، فتولى مسؤولية عدد من مكاتب جبهة التحرير الإريترية في السودان وبعض الدول العربية. في المؤتمر الأول لجبهة التحرير الإريترية تم انتخابه عضوا في القيادة، إلا إنه وبعد ظهور أزمة طارئة في نهاية المؤتمر بسبب من تم تسعيدهم للقيادة انسحب من القيادة، ومعه المناضل الشهيد الزين ياسين للمساهمة في معالجة الأزمة. ويعد هذا مثالا حول زهد المناضل عن المناصب القيادية. عرف الشهيد بحركته الدؤوبة وتمكنه من نسج علاقات واسعة مع الأشقاء والأصدقاء، الأمر الذي حقق للثورة الإريترية مكاسب كبيرة على المستوى الدبلوماسي. زار ضمن وفد جبهة التحرير الإريترية عدد من الأقطار العربية وكذلك جمهورية كوريا الشمالية أيام كيم إل سون. كان له دورا بارزا في افتتاح مكاتب الجبهة في العواصم العربية ثم في إيران بعد سقوط شاه إيران جراء ثورة شعبية عارمة. مثل جبهة التحرير الإريترية في الخرطوم والكويت وبغداد وفي إيران. إجادته لعدد من اللغات الإريترية واحتكاكه بكافة مكونات شعبنا مكنه من كسر الحواجز بينه وبين عدد كبير من الإريتريين، وترك أثرا كبيرا لدماسة أخلاقه وما عرف عنه من نكران الذات وإيثار زملائه على نفسه. يذكر أيضا الشقيق الأكبر للزعيم الراحل ويدعى السيد علي عمر يحيى، كان بطلا من أبطال إريتريا، حيث كان من قيادات لجان المنطقة للجبهة، حيث قامت قوات الاحتلال باغتياله من بيته في حرة الواقعة في القرب من قرارة، واغتالته في عام 67 مع مجموعة اتهمت بقتل أحد الموظفين المهمين للسلطات الاحتلال في عبقية. الشهيد البطل محمد عمر يحيى لديه 3 أبناء وهم خالد وهيب وأحلام، ولذلك يسمى أبو خالد. استشهد المناضل في مدينة القضارف بالسودان بتاريخ 3 يوليو 2025، وقد وري الثرى في نفس اليوم بمشاركة لفيف من رفاق النضال وزويه. هذه سيرة ذاتية باللغة العربية، والآن أترك الميكروفون للأخ أمينو حتى يقرأها باللغة التجرينية. تفضل أمينو. شكرا أستاذ ناصر. حتصير تاريخ هوت أبنتاوي تقادلاي سو محمد عمر يحيى كاب شحن شعتن 230 شعتن كساب كلتا شحن 10 حمشتن
سوء محمد عمر يحيى أب مودعتا شحنشعة مئتين سلاساتات أب مبرغاو أكلو جزاي أب تركب كتما حدث ويحدش توليدو كلتا أحواتن 4 أحاتن كأنبرو مبعتات مرتو أب حدش تماهيرو بدحريو مسدرو نابتا كابرسة كتما أكلو جزاي كتما عد قيح 1 كيلومترات رحيقة تركب كتما قرارة وعزة بدحريو كابو بمخاد أبكرن تمهرت بيت بمقتصال أب تحت حليوت نفسي هير ودحو بقو سعد محمد ينبر نبره أبتا كم عردها قراو قال سي إرترا تباهلا التغتصر كتما كرن أو وشت مسرع هاقراو من قسقاس إرترا كاب مجمارو زنبره هاقراو من قسقاسو لولي ترى نبرو أب شحن 957 أب كتما كرن مستي بتبقسو تقالاسا الشيخ آدم محمد علي أكتي التبقسة مستيراو بوليتيكاو ترنافي هذا كابتوم مسرتا نبره من كسغاس حارنة إرترا بحركة وي بمحبر شوعات تزفلت مستا مسرته هذا كابتوم بأقو أوز تتصنبرو من السيات كوينو مس بركت زبالو بتصوتو دليت فتحي نتفتاتو جمري أب شحن 958 أب كرن استقايد سلفي تمهارو كابتوم فلوطات أدالوتي من بارو كل سبز مسكرو قداي إيو أب إنستيتيو سلت أنا ممهران تمهرتون مقتصالنا بأسمرا وعزي دحرم من راغد ما أب مويا ممهرنت تمزيزو كم ممهر كوينو زنوبرو ناي تمهرتي تلقوكو نمفتسام ناب حيالو كتماتات إرتراون تقعزي بوليتيكاون تفتاتو بمقتصال بمريحنت من كسغاس حرنت إرترا زكايد زنبرو قسقاس نمترنا أب حيالو بوتاتات أوشت إرتران إثيوبيان بفلاي دما أبتا هاقراويان دك حوبؤو أحمد كربيان عمر كربيان زنبرولا زنبرو كتما ديسي كي ترفي مستيراو بجلتات ناي ودبا أمام تواهبو بزدندق أقباب السلاسلو بتمن كسغاس حرنت إرترا زخطولو زنبر سرعات مسرت إرتراويان هاقراويان ببزحي أم مسرعون تعوتي أب أبيات مأسرتي بعداو مجزاتي إثيوبيا بزح جزي أددا مأسرتن سكيات من كوني بتقال حرنة إرتراز من رح برتها وقال سيد الحريم جمارو أم مسرع مستيراو بجلتات جبهة تتصنبيرو هاقراو ترؤو بملئات كتصله أب شحن 997 أب كتما كرنن أب كتما كرن نرودا صالح تمرعيو دحر حدثو من مرعوهم أب بوليس إثيوبيا صرحو إرتراويان أترومدان صالح عمر ألولان سب السلطان إثيوبيا كقنصلوهم كم زوصنو زترغاغص مطنققتا بصحو إذ دما نمرعتو قديفو كاب كرن وتيو بسوء جقنا عمر إزاز من راح سراوي حرنة إرترا كالاي كفلي تسلفه وتهطرون بوليتيكون من ملامس وسده كم ترى تقادلاين كادرن كوينو بتوفاين التغالسي بدحريو بمرحنة كالاي كفلي نبوانا بيت صحفة سوراوش ما قلي أبكتما كسلا أمراحي دحر حادنة كفلتات سراوي حرنة إرترا أب سودان هجرات عرب حيال أبيات تصحفت تقادلو حرنة إرترا على فنة وسيدو نا بوليتيكاون دبلوماسياون سراحاتون أقنعي أب قدامي هجراو قبائي تقادلو حرنة إرترا أبال مرحنة كوينو تمريتسو يخون مبر أما ودع تاتي قبائي بسانكي مرسا مرحنة كلولاو مستقل كالي مسوو تقادلاي زين ياسين كوينو نتقلولاو أب مفتحن محقاز كام مرحنة صحابي إذا زحبرون طلقها عكأنيا تقادلاي ناي مرحنة صفحين محاز دليت كم زين برو نتصر أبنت إيو سو محمد عمر يحيى بزي حلل صعرن
በቲ ዝነበሮ ሰፊሕ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኤርትራን ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሰፊሕ ዝምድና ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ነበሮ። ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ንሰውራ ኤርትራ ርኡይ ፖለቲካዊ መክሰብ ኣመዝጊቡ ክበሃል እውን ይከኣል። ከም ኣካል ልኡኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ከምኡ እውን ናብ ሪፓብሊክ ሰሜን ኮርያ ዑደት እውን ፈፂሙ። ኣብ ርእሰ ከተማታት ሃገራት ኣዕረብን ድሒሩ ድማ ኣብ ኢራንን ድሕርቲ ብሰንኪ ህዝባዊ ሰውራ ውድቀት ሻህ ኢራን ምርጋፁ ኣብያተ ፅሕፈት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ምኽፋት እውን ልዑል ተራ ተፃወተ። ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ካርቱም፣ ኩዌት፣ በቕዳድ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ኢራን ሰራሐ። ኣብ ሓያሎ ኤርትራውያን ቋንቋታት ዘለዎ ኣፍልጦ ምስ ኩሎም ኣካላት ህዝብና ዝነበሮ ርክብን ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝነበረ ሓፁር ክፈርስ ኣኽኢልዎ። ብሰንኪ ልኡም ስነ ምግባሩን ንመሳርሕቱ ዝነበሮ ኣኽብሮትን ርኡይ ፅልዋ ከዓ ገዲፉ እዩ። ዓብይ ሓዊ ስቡእ መሐመድ ዑመር ኣቶ ዓሊ ዑመር ያሕያ ኣባል ህዝባዊ ሽማግለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምንባሩ ምስ ሓደ ኣገዳሲ ሰራሕተኛ ሰበስልጣን ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ቀቲልኩም ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ጉጅለ ኣካሎም ኔርካ ብዝብል ወተሃደራት መግዛእቲ ካብቲ ኣብ ቁሸት ገራረት እትርከብ ሓሬት ዝተባህለ ሰፈር ጨውዮም ወሲዶም 1967 ከዓ ቀተልዎ። ስቡእ ጅግና መሐመድ ዑመር ያሕያ ካልድን ወሂብን ኣሕላምን ዝበሃሉ 3 መንእሰያት ወሊዱ ብዕለት 3 ሰነ 2025 ኣብ ከተማ ገዛርፍ ሱዳን ተሰዊኡ። ብኡ ንብኡ ድማ እተውቱን መቃልስቱን መቕረቡን ኣብ ዝተረኸቡ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። تفضل أستاذ ناصر. شكرا أخ أمينو، والآن حنبدأ بالكلمات اللي تقدم، ولكن عاوز ننوه أولا الزمن المسموح هو 3 دقائق فقط حتى كل الناس تستطيع أن تتحدث، وأيضا ما راح يكون عندنا ترجمة للكلمة تقدم باللغة اللي يريدها حيقدم المتحدث. الآن كلمة المناضل الدكتور يوسف برهانو فليتفضل. ካብዚ ቀፂልና ዶክተር ዩሱፍ ብርሃኑ ዕድል ንህቦ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ተወሲኑ ዘሎ ደቂቕ ንኩልኩም ብማዕረ ናይ 3 ደቂቕ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣብ ግምት ተኣቲኩም ክትዛረቡ ከዓኒ ንላቦ። تفضل دكتور يوسف برهانو. شكرا جزيلا. مسموع؟ مسموع. شكرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله لوحده، والله يرحم فقيد الوطن المناضل محمد عمر يحيى. الحقيقة قبل ما ألقي كلمتين أحب أشكر الإخوان في فرع الإنقاذ في السويد للعمل لتجهيز لتحضير هذا اللقاء، ولهم جزيل الشكر يعني. وفي نفس الوقت كمان يعني اسمحوا لي أن أقدم شكري وتقديري لكل الإخوان المسؤولين والمناضلين وبتلبيتهم لهذه الدعوة وحضورهم في هذا التعبير. الحقيقة لا شك أنه التاريخ الطويل لنضال هذا الرجل المناضل رحمه الله جدير بملاحظاته، إذ يروي الحدث، إذ يروي التحدي المستمر الذي واجهناه في نضالنا من أجل الاستقلال. أبو خالد من الجيل القلائل الذين شاهدوا
ولادة الحركة، وكان واحد من قادة العمل السري الدؤوب ضد الهيمنة الإثيوبية. ثم انضم فيما بعد لجبهة التحرير الإريترية وللكفاح المسلح لجبهة التحرير الإريترية. وقد شكل هذا الانتقال من العمل السياسي السلمي إلى المقاومة المسلحة عام 1961 نقطة تحول كبير في النضال الوطني الإريتري. المناضل محمد عمر يحيى نتذكره بفخر كبير لربطه بين فصلي النضال ولمساهمته الجليلة في كلتا المرحلتين كما تشهد أفعاله. باختصار، تستحق الرحلة الطويلة والشاقة أن تخلد في سجلات النضال وصفحات التاريخ الوطني الإريتري. كان رحمه الله رجلا متواضعا نزيها، كرس ما يقرب من 70 عاما لخدمة وطنه بتفان لا يتزعزع وإخلاص لا مثيل له. عندك نص دقيقة المناضل دكتور يوسف برهانو، وقت انتهى. انتقل إلى رحمة الله نزيه غير كان انتقل إلى رحمة الله نزيه غير فاسد، لا يمتلك شيء، لا حسابات في البنك، لا ممتلكات، وهذه قمة الرجولة والأمانة والشرف. ومعرفتي واحتكاكي به تعود إلى عام 1971، وامتدت قرابة 44 أعوام طويلة في الضراء والسراء. إذا سمحتوا لي أستمر ولا الزمن انتهى؟ معلش، بعدين ممكن في الأخير نديك دكتور يوسف الزمن دقيقة وشوية أخذت زيادة. يلا. طيب، شكرا لهذه الكلمة الطيبة الدكتور المناضل يوسف برهانو. الآن كلمة لأسرة الشهيد محمد عمر يحيى من الأخ علي أحمد عمر يحيى، فليتفضل. ካብ ዝቐፂልና ድማኒ ቃል ካብ ስድራ ቤት ናይ ስውእ ኡስታዝ محمد عمر يحيى أحمد علي أحمد ቃል ክህበና እዩ። تفضل أستاذ. علي يحيى افتح المايك. علي يحيى سامعني؟ ممكن نكمل اللي بعده وبعدين نرجع. طيب، لحد ما الأخ علي يجهز نفسه، حننتقل لكلمة الأخ المناضل محمد إسماعيل همد، إذا جاهز إن شاء الله. بمغتصال كساب بسمعنا أخ أحمد ناب تقادالاي محمد إسماعيل حمد عبد الكنبي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن مثل هذه اللقاءات هي عهد الشهداء وللقضية والوفاء بمبادئهم. المناضل الجسور محمد عمر يحيى عرفته اسما عام 1972 في الميدان بذكرى طيبة من مناضل قادم من كسر.
سألوا زملائه إنه في كسلة كيف المعيشة كيف السكن وإلى آخره. فقال البيت بتاع محمد عمر يحيى والبيوت بتاع المناضلين من الرعيل الأول هي اللوكوندات اللي يفترش المناضلين فيها في الأرض ويسكنوا هذه الدار، والأسرة الكريمة هي تقوم بضيافة المناضلين من مأكل ومشرب إلى غسيل ملابسهم. ثم جمعتني الظروف النضالية بعد العام 75 في مراحل متقطعة مع المناضل الكبير محمد عمر يحيى وسيرته العطرة اللي كنا نسمعها الآن. شاهدت معه عدد من المواقف لا يتسع المجال هنا لذكرها، إلا أنها أصبحت خالدة في مخيلتي، وأكبرت احترمت هذا الرجل الجليل، وشعرت يعني بقصة في حلقي بعد ما سمعت وفاته، لأنه في الظروف الأخيرة الصحية كان يتكبدها ويمشي بها، والسنين الأخيرة في أديس أبابا كانت لنا معه حكايات نضالية تؤكد المآثر وتؤكد صلابة الرجل ووفاء المناضلين، وأنه هو مناضل وفي يكفي على يعني هذا الحضور الكريم الآن في هذه القاعة وفي الزوم. هذه كل مدرسة نضالية رفاق درب. أحيي كل الإخوان لوفائهم والتزامهم بالمبادئ وبالشهداء رغم الخلافات السياسية فيما بين الناس. كلنا جمعتنا المسيرة النضالية المشتركة وخلافنا نابع من أجلها، فلذلك نعاضد بعضنا البعض ونتراص صفا واحد في مثل هذه الملمات. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل الشهيد محمد عمر يحيى في علي الجنان مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويجعل البركة في أبنائه في أسرته في زملاء دربه، وأن يقدرنا على الأمانة التي بقيت في أعناقنا أن نسير في هذه المبادئ والمسيرة إلى أن نحقق أهداف كل شهدائنا. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله الأخ المناضل، أديتنا حتى 10 ثواني زيادة، خلصت في وقتك يعني. شكرا جزيلا. الآن الأخ علي إذا جاهز. تقريبا جاهز. ممكن يحيى. مسموع طيب. مسموع. تفضل مسموع علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أسرتي أشكر كل من بادر وساهم أو شارك في إقامة هذا التأبين لفقيد الوطن وفقيدنا جميعا، أو شارك فيه بالحضور أو عبر منصة الزوم. أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لوقفتكم الرائعة التي كان لها عظيم الأثر في نفوسنا وتخفيف حزننا على فقده. وأشكر عبر منصتكم هذه كل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة في الفقيد، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الكتابة عبر صفحات المواقع الإلكترونية عن سيرة الراحل النضالية وكفاحه وإبراز الدور الذي قام به. والشكر موصول لكل زملاء الفقيد وأصدقائه ورفاق دربه. شكر الله سعيكم وعظم أجوركم وجزاكم الله خيرا عنا، وألف شكر لكم. شكرا الأخ علي يحيى، ما قصرت معانا أكثر من دقيقة، عندنا زيادة يعني. والآن ننتقل إلى المناضل قرزجير تولده إن شاء الله إذا جاهز. بزغت لنا خاني تقادلاي قرزجير تولده عبد النهب. تفضل أستاذ قرزجير. تسفى قبر السماع كله. كل خدكم أحواتنا حتى أبزز لهم بزقات عمزي ترحبكم زلهم لباو سلام تعرفتو أقدمين نزي مدبز سرعو انفرناي شودان دما بحكي نادان مسجانا نغرب أسعيبه كم كل خدكم أحواتن حتى أبزل لهم مسواتي ناي بصينا محمد عمر يحيى سمعنا حزن وسنا ينبرون اتي
حزن زسمعنا مخنيات ردوئيو مالت نسوسان شمونتان عمتات تقالس الله هاجر بزح زفريلا نسعى وسعة باهلا كم عالم مس هاجرات عالم تسأنبيران تسوي عن كتبك نحنت معالتون كريئة اقروكم برلا زي مخالو بسرتي بقس كيبلي كاب حجين زحر نايو دبات حشوية يلن يلو زاوجي ملكاو سرعات أبي إرترا زلو أبي إرترا تمليسو كريئي عدل أي رخبان كم بزحات تقم نفسهم زدليو نملكخا قلقلو دلواز خونو انت زنبر نيرو محمد عمر يحيى أب قالسي أي مقصلن أب قدارفون أي معارفن زخون يخون بوتا زحسب انت خوينو كاب ملك السرعاتون بزي ترتر متوهبن من تاينسو حدا خبتهم بزح زفريو بزح من كسغاسات زلليو جنكا ولا حنت سنتيمون تخون نابولكو زيو علي نصوه وفوي أبنتاو تقادلاي نيرو سلازي بساينا محمد عمر يحيى سلمنتايو نسوسان شمونتان عمتات بزي مقراص قصيلو اندحريلنا صنعات تسفا امنت سنيقو زقالت زنبره تقالا ساي سلازخونه اتي كلاتنا نمنيو سرعات زي الجيسو قوامو سرعاتها بهجرنا كسفن الندليو يقالسلو نيرو بعين تسفا ريو نيرو بعين سغاخ ريو كالن بعين تسفا جن ريويو ازي دماني نعانا نتوم تاريخنا زلنا كابناتو تمكرو كابناتو انتشم ورشا كنوسدو زلنا نجر انتليو نعلامنا قتيلنا نتينا حبر علامنا حزبنا زدليو نزقال سزي اما عارفون خنبصحو حادنتنا كل حيلتات نمطرناف كنقالسلو زلنا نجر قط ابلنا نناتنا ولقاوي دليتات ناي ربحا ناي بزحات اجزينا ويتحتيو انبيرنا نقدميت تنسقو ميتي زدله ስለዚህ ታትሕዝነና ነገር እንተልያ ኣብ ዓዱ ነፃ ዝወፀት ዝተቃለሰላ ክረግፅ ዘይምኽኣሉ ሓሚሞም ተባሂሎም ቤተሰቡ ክሪአሉ ዘይክእል መይቶም ተባሂሎም ክበፅሓሉ ዘይክእል እዚ ኩነታት እዚ ጥራሒት ዝሕዝን እምበር ናቱ ቃልሲ ናቱ ግደ ከምቲ ዝተጠቐሰ ኣብ ኢራቅ ድዩ ኣብ ኢራን ድዩ ኣብ سعودية إشي زلزخونة أنا بحثير يبل إن سوو محمد عمر يحيى من سماء ورسو نزوم تعرفنا زلنا دماني نتنسوز جمهور معرفو خنبصحو صنعات يهبنا خولي يهبنا يغني الليك بلكم فوتو ودي الله يغني لنا تقادلاي جرس جير تولده والآن كلمة المناضل الدكتور نقاش عثمان فليتفضل. قبل غتسلنا خاني الدكتور نقاش عثمان قال كقرب. صلح الكاميرا استاذ ناصر. او اجلس مكانه نقاش. عدل هذا ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا طبعا الدقائق المعدودة اللي حددت الإدارة شيء جيد وبالتالي إن شاء الله أحاول أتقيد باسمي وباسم المجلس الوطني الإريتري التغيير الديمقراطي أتقدم بخالص العزاء لكل رفاق النضال لأنه الأستاذ محمد عمر كان يعني فوق كل التناقضات. يعني هذا الرجل كان وطنيا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. بالتالي العزاء لكل أسرة إريترية لكل مناضل إريتري لكل
تنظيمات الوطنية الإريترية. لذلك باسم المجلس أعزيكم، كما أعزي نفسي شخصيا. يعني أنا كان يعني قيض لي صراحة أن أتربى في جيل من أمثال الأستاذ محمد عمر. ممكن لو عشت مع والدي 14 سنة ما تبقى من العمر عشت مع هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الذين يعني نادرا ما الزمن يجود بهم. يعني لذلك شكرا لكم. يعني أحيي كل الشهداء وأحيي الأحياء يعني هنا بيننا الآن في هذه القاعة، أن يطال الله في عمرهم، وأتمنى أن نكون بمستوى ما حملتونا من مسؤولية. هؤلاء الأبطال أمثال الشهيد الرمز محمد عمر يحيى لا يبكى عليه، من يجب أن يبكى عليه هو نحن، لأنه نحن للأسف لم نستطع أن نحقق ما كان يشبه إليه، فهناك ما زال مسؤولية كبيرة أمامنا. لكن أقول للأسرة الضيقة، للأسرة الصغيرة بتاع الأستاذ محمد عمر يحيى ولأولاده، افتخروا بأبيكم، واصلوا نضالاته، لا تقطعوا، لأن هذا الرجل كما قال لم يترك لا في حساب ولا ممتلكات، كل ما تركه لنا هو إنجازا وطنيا تفانيا وإخلاصا. بالتالي الأسر لها دور في الحفاظ على هذا الدور. من يحاولوا أن يخربوا الأسر، من يحاولوا أن يقولوا أنه أبوكم أو يعني أيا كان أنه كان في الطريق الصحيح، لو كان بنى لنا بيتا، لو كان كذا، لو كان كذا، هؤلاء أهل فتنة ابتعدوا عنهم، ابتعدوا عنهم. لأن النضال الحقيقي هو أن نواصل مسيرتهم بالتفاني والإخلاص. هؤلاء ضحوا من أجل إريتريا، كثيرين قاعدين الآن ينتقلون إلى رحمة الله. يعني ممكن يعني ما كتب، الشيخ عمر كان يذكر ما كتب عن الشهيد محمد عمر يحيى. نتمنى من الله، نرجو من الله أن يكون نهايتنا هكذا، يعني أن نفارق هذه الحياة، لأنه الموت حق علينا، أن نفارق هذه الحياة وسمعتنا طيبة. بالتالي أوصي أولادي وأوصي زوجتي، كل من ناضلوا معي في هذه المسيرة حافظوا عليهم. فأنا ليس ملكا لأسرتي، فأنا ملك للنضال الوطني الإريتريا. لذلك يعني إن شاء الله هذا الكلام ده اللي يعنينا كلنا، الحفاظ على الإرث مهم جدا، مهم جدا. لا تدعوا الفتن، الفتانين ولا اللي يحاولوا يثبتوا معنويات هؤلاء، اتركوهم جانبا. فالقافلة تسير وإن شاء الله وسننتصر حتما. رحم الله قائد الرمز محمد عمر يحيى الذي تعلمت منه الكثير، وأيضا رحم كل شهدائنا الأبرار، وأطال في عمر من تبقى من هذا الجيل المعطاء. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وتحياتي وتحيات المجلس الوطني الإرثي للتغيير الديمقراطي. شكرا. شكرا دكتور نقاش. شكرا الأخ أبو خالد. الآن الكلمة للمناضل إبراهيم قدم، فليتفضل. عبد قتلنا دماني عدلنا تقادلاي إبراهيم قدم عدلنا. تفضل أبو حيب. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة يعني كأبين المناضلين في هذه المواقف الواحد يكون فعلا العواطف تسبقه، لكن شهيد محمد عمر يحيى وأنا
دفعة واحدة في مدرسة كرن الوسطى، هو في الثامن وأنا في السابع، وساكنين في حي واحد اللي هو حشلة في كرن. بدون ميكروفون أحسن؟ لا لا جرب الميكروفون مقفول يمكن. لا اوكي يا جماعة، أنا ما متعود عشان أتكلم في الميكروفون عشان كذا. الحقيقة زي ما قلت النادر محمد عمر يحيى وأنا كنا في مدرسة واحدة اقعد أستاذ إبراهيم أحسن. وفي حي واحد واللي هو حشلة. بعد كده الزميل والشهيد محمد عمر يحيى كان قائد الطلبة، ويمكن قبل ما يأسس اتحاد طلبة في القاهرة وفي مناطق كثيرة. محمد عمر يحيى كان رئيس هذا الاتحاد أو هذه الحركة، لأنه في سنة 58 لما تجمعنا في مركز بوليس كرن هو كان قائد المسيرة بتاعنا، ومعه المرحوم عمر محمد سعيد عنتطة وآخرين يعني. فلذلك أحييه من هذا الاسم، لأن النضال قبل ما يكون في صفوف حركة تحرير إريتريا وفي جبهة التحرير الإريترية كان في إطار الاتحاد الطلابي أو في إطار الطلابي. وفي نفس الوقت هنا لا يسعني إلا أن أذكر برضو منادي الطلابي واللي هو إسماعيل حامد عبد الهادي بشير اللي فقدناه يمكن قبل أسبوعين أو 3 في جدة يعني. في نفس الوقت أنا يعني لما أمر على هذه الاسمين أتذكر المنادي المسفون منقستو اللي يوميا هذه وسائل يعني التواصل الاجتماعي يوميا فيها شهيد يعني، وفي السودان، في كسلة، في والشريفين، في القذارف، في الخرطوم، في بورسودان، وتمر على السعودية وتمر على الخليج، تمر على القاهرة وتمشي لكندا وألمانيا. وكل مرة منادل كان في جبهة التحرير الإريترية ودرب في المكان الفلاني وكذا. فيعني زايد ذكرى المنادين القدامى اللي استشهدوا في الساحة الإريترية، اللي كل مرة يذكرهم في وقته ويذكرنا بهم يعني، لأنه ده تاريخنا. الأستاذ محمد عمر يحيى زي ما قلت طالب، وبعد كده من معهد المعلمين بقى مدرس. وفي التدريس يعني يمكن أنا ما عشان ال3 دقائق ما ناصر ده ما يعمل اسمه. في مدرسة هبرو كان شهيد، هو مدرس هناك. واللي ما يعرف هبرو يعني ممكن آخر الجيل الجديد ده يعرفها بسعيد علي الحجاي في فورتو. لكن هبرو هي مكان نبع منه كثير من المناضلين، عثمان موسى سلمان، أحمد إبراهيم نفع، محمد عمر ود الناظر. وهنا معانا المناضل محمد سعيد مفلس واللي كان طالب للأستاذ محمد عمر يحيى يعني. فلذلك نحن التأثير بتاع المعلمين كان كبير جدا في الساحة الإريترية. أن التحرير أو التحق بجبهة التحرير الإريترية، المعلمين الإريتريين دورهم المفروض يوثق، لأنهم كانوا يعني من عمل من أجل أن الشباب ده يلتحق بالثورة ويلتحق بالجبهة. وفي الآخر أقول أنه ربنا يرحم الشهيد محمد عمر يحيى ويتقبله بواسع رحمته ويلهم رفاقه وزويه الصبر جميل. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم قادر.
شكرا جزيلا المناضل إبراهيم قدم. بعده حأعطي كلمة أولا للمناضل محمد سعيد مفلس وبعده للمناضل صالح حيوتي، ولكن قبله شهادة من شهادات الذين عاصروا المناضل الشهيد محمد عمر يحيى، وهو الأستاذ علي شوم ناصر. يقول الأستاذ علي شوم ناصر: حسب علمي أن الأستاذ وكما يعلم الجميع أنه وهب نفسه لقضية وطنه العادلة من نعومة أظافره، وهو طالب وهو معلم، وعانى ما عاناه من السجون واضطهاد، وكان مطاردا من قبل الاستعمار وأعوانه، وكاد أن يقبض عليه يوم عرسه لولا تسهيل من الله سبحانه وتعالى، وواصل نضاله مع الرفاق الدرب. وأنا شاهدته، وهذا المهم بالنسبة للرسالة الآتية، وأنا شاهدته في مدينة كسلة عندما كان مسؤولا الجبهة. كان الفقيد يقوم الساعة 5 صباحا ويتفقد أحوال المناضلين الجرحى والمرضى، وكذلك يتفقد أحوال أسر الشهداء، وكانوا معظمهم يسكنون في حوش واحد في حلة ثورة. وكان يزرع فينا بابتسامته العريضة التي لا تفارق محياه مهما كانت قساوة الحياة، وتحس من خلاله بأن الحرية على الأبواب. وشيء لم يفارق ذاكرتي في أحدك الظروف من مراحل النضال، عندما كانوا يأتون المناضلين من إريتريا للعلاج أو إجازة إلى السودان، كانوا يعانون الأمرين من الأمن، وخاصة في ولاية كسلة. كان الأستاذ يذهب إلى السوق في انتظار المرحلين لإخراجهم من أيدي الأمن. ومن ضمن مشاهدتي وأنا طالب، يقول الأستاذ علي شوم، وأنا طالب في بغداد، كان يقوم ما كان يقوم به من دعم معنوي للطلبة، يطمئن عليهم ويشجعهم على مواصلة الدراسة. وحكى لي واحد من طلبة بغداد بعد يومين من وفاة الأستاذ رحمه الله، يقول: كنت في ظروف صحية حرج. الطالب يحكي: كان في ظروف صحية حرجة لا حول لي ولا قوة. عندما سمع عن حالتي، يقول المناضل محمد عمر يحيى، أتاني وأخذني بسيارة إلى المستشفى أكثر من مرة، يساعدني ويطمئن علي رحمة الله عليه. وما كنت ألاحظه إنه لم يفكر يوما في مستقبل عائلته الصغيرة وحتى نفسه، وغالبا لا تجد في جيبه قوة يومه، ولكنه سعيد ومتفائل، ودائما يقول: غدا سيكون أفضل. وإذا كنت محظوظ تكون قريبا منه وقت الأزمات، ينسيك كل الهموم بابتسامته رحمة الله عليه، بقدر ما قدمه لشعبه من خلال مسيرته النضالية التي لا تخفى على أحد. هذا كلام الأخ علي شوم. والآن الكلمة للأستاذ المناضل محمد سعيد مفلس، وبعده للأخ المناضل صالح حيوتي. ضغط لنا يعني تقادلاي محمد سعيد مفلس نقرب لكم. السلام عليكم. حقيقة الدقائق قليلة هي، وهذا حسب الظروف. أنا عرفت الشهيد منذ أكثر من 62 سنة، يمكن ده وقت طويل، وسبب حأشرحه كيف عرفته من قبل 62 سنة. لكن عايز أتكلم في شخصه وفي أخلاقه. الأستاذ محمد عمر يحيى رجل صادق بمعنى الكلمة، رجل مبتسم حتى وإن زعل. هذا الرجل يعني لا تكفي الدقائق عشان أنا أوصفه بصراحة، مش عشان هو اتوفى أو استشهد، لا، بل ده أمانة على عاتقي لمعرفتي الطويلة به. طيب، كيف عرفته قبل 62 سنة؟ كان معلمي الفصل الثاني والثالث والرابع الابتدائي، هو والأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ الكريم
إبراهيم محمود، وهو والد الأستاذ ناصر إبراهيم. هؤلاء كانوا معلمين. إذا عايز أتكلم أنا في محمد عمر ما حتكلم في نضالاته لأنه الناس اتكلمت فيه أكثر مني، لكن عايز أتكلم في التربية، الدور التربوي والتعليمي اللي كنا نشوف. أستاذ حقيقة الناس في إريتريا أنتم عارفين المدرس يلف بالمسطرة، أي طالب يخطئ عشان يجازيه يعني. هؤلاء الناس أستاذ محمد عمر وأستاذ إبراهيم كان عندهم أسلوب غير كده، وبالذات حسن احنا كلامنا عن أستاذ محمد عمر هو حتى لو أخطأت يناديك ويناقشك. وفي كل الأحوال الواحد لما يشوف مدرسه في إريتريا يتخلع. نحن لما كنا نلقى أستاذ محمد عمر يحيى بالعكس نفرح، يناقشك يقول لك أنت حتى لو عملت خطأ يناديك ويفهمك الخطأ ومن الصح من الخطأ. ودائما كان كأخ كبير كمربي، أنا بتذكره بهذه الصفات. أما نضالاته فده طبعا كلنا عارفينها والناس اتكلمت عليها. وقبل ما ناصر يضايقني أتمنى له الرحمة والمغفرة والصبر لنا جميعا وللأسرة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا المناضل محمد سعيد مفلس، اعتقد اديتنا بخشيش دقيقة كاملة يعني، نشكرك عليها. المناضل العام صالح عيوطي فليتفضل. بعد أستاذ صالح أعطيني فرصة، في رسالة وصلت عندي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أولا أنا عايز أستلف الدقيقة اللي خلاها لنا المناضل في عيد مفلس تضم في دقائق. لأنه أنا بعرف أستاذ محمد عمر يحيى من طفولتي من كرن، وبعدها جاء عندنا في المنطقة الثانية كما ذكرت، وأنا من الناس اللي استقبلته وقتها. أنا كنت مسؤول المخابرات والفدائيين في كرن تقريبا في المنطقة الثانية، وبعد كده أرسلناه في منطقة اسمها شنقين للمناضل. قائد المنطقة محمد المناضل عمر حامد إزازي، وهو أرسله للقيادة العامة في كسلة. وبعد ما مؤتمر أدوبها القيادة العامة قررت أنه يدخلوا كل الكوادر، قررنا أنه يدخلوا كل الكوادر ويتدربوا، من ضمنهم المناضل محمد عمر يحيى، المناضل صالح حياي، المناضل إبراهيم توتيل، المناضل الزين ياسين، المناضل آدم محمد صالح، المناضل عبد الله سليمان. المهم اللي كانوا مسؤولين المكاتب كلهم دخلناهم للميدان ودربناهم، وكانوا مدربينهم محمد الجزار ودبساي أحمد. فهو كان يفضل أنه يبقى معنا في الميدان، ولكن نحن وزعناهم هو وصالح حياي هو للسودان وصالح حياي لسوريا. وهذا الرجل زي ما ذكروا كل الأخوة كان متجرد خالص عن حاجة اسمها أموال أو حاجة اسمها راحة أو حاجة. كان رجل مضحي. وفي أيام معركة حلحل أنا ما حضرت الحقيقة مع أنه كنت مسؤول المخابرات بتاعت المنطقة، لكن كنت في السودان لشغل ما، فعزموني هو والمناضل صالح حياي. قالوا لي يا حيوتي الفطور معانا اليوم إن أنت جيت من الميدان وكده. ففي سوق النسوان اسمه في كسلة، وأنا كنت بفتكر إن حيعزموني في مطابة ولزة، بل عزموني في وراء سوق النسوان. كانت ضريبة بسيطة يعني، واللي كان دفع الفاتورة هو جامع شيخاش أو جامع حاج محمود من أبناء كرن من أصل صومالي. المهم عزموني في الضريبة هذيك وأكلوني عصيدة.
فقلت لهم يا جماعة أنا جيت من مكان عسيدة من الميدان، وكنت بفتكر شيء ثاني. قالوا له هذه حياتنا يا صالح. هو وصالح جاي وقائدنا هو جامع حاج محمود يعني. فالحقيقة كانوا زاهدين، حتى في لما كانوا في كسلة ما يأكلوا كانوا إلا عصيدة، ويفتشوا مكان العصايد ومكان الويكة ومكان الأماكن الرخيصة يعني. فكانوا زاهدين، كل ما كان يجيهم في جيبهم سواء يكون مننا أو من أقاربهم أو من الثورة كانوا يعطوه للمناضلين الآخرين يعني. فأحمد عمر يحيى حقيقة لما جانا في الميدان قال لنا يعني أنا كنت عايز أسأل عن آدم محمد علي أكتة. آدم محمد علي أكتة وقتها كان في القاهرة. ها؟ عندك دقيقة يعني. وفتح المسيح مفلس. هي ف أيوه، فسألنا عن آدم محمد علي أكتة، أطال الله في عمره، هو الآن مريض وموجود في قطر مع أولاده. فقلنا له إن محمد سعيد آدم محمد علي أكتة هو في القاهرة يعني. فهو كان بيفتكر انه هو في المنطقه الثانيه يعني. فالحقيقه هو وادم محمد علي أكتة هم الذي اسسوا حاجه اسمها حركه تحرير اريتريا في كرن يعني. وكان من الابطال لدرجه انه الاستاذ عيسى يمكن ذكر كل شيء في المقاله اللي كتبها عن الشهيد محمد عمر يحيى. من ضمن ذكر في 58 لما نزل العلم الاريتري في كرن المكان. دقيقة ولا ساعة؟ نخلص لما بسأل الكلمة دي، لما نزلوا العلم الإريتري في فورت في كرن، اللي يعرف فورت في كرن، وعلقوا العلم الإثيوبي. أستاذ عيسى كاتب في المقال ده ذاته. فقال محمد عمر يحيى رحمة الله عليه أنا حمشي الفورتو، وهو يعني مدرس هناك ما في داعي ولا في حد يلزمه، حمشي أطلع في فورتو وينزل العلم الإثيوبي وأرفع بدل علمنا الحقيقي هو علم إريتريا هذا. فهذا الرجل كان متجرد، كان شجاع، كان مقدام. أنا الحقيقة كنت كاتب زي 6 صفحة كده، بس دخلت في جيبي على أساس شفت ال3 دقائق دي، وللحديث بقية إن شاء الله، وحنكتب عنه كثير، وحندعو له إن شاء الله بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله يورد حوض الكوثر ويسقى من سيدنا محمد شربة هنيئة مريئة لا يذوق بعدها إن شاء الله، ويورث الفردوس الأعلى إن شاء الله، ويحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الدقائق الزيادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابز غتيلون ب ملختي غيرو دلاقلنا تقادلاي ولديسوس عمار حصر زبلت نعاهم بالكم هنا تقساتب سلازيك على زلاقة. أمينة بس نشتي دحر أولا بطارية مشكلة جيرات النار لا دحر 5 وداك وربع رفض نوصلينا. اوكي حتصير يا زي يلا تفضل. بوني بشون متصاي نقاشي سديدوها مرحبا حو نقاش مس كلهم سدرا بيتن مقالستي بصوتن صبوك تلو مني أما عالتي زخري إن فكرو عبي حونا محمد عمر يحيى بزقون من كساتف عن صار زلني مخالفتي مكافلتي تقالاسي مخان أبيني أزي حزن بزخونة جن اتي مديكم زلقوم زخري فتو حاونان بتصاينان عبوث كم زقون زطراتر ايكونكم كم نخلو سب محمد عمر معي اتي نسب سب زبلو طبايات زنبرو سب ايو نيرو ابتجينا بقبو زي زازمنايو هاقراو قالسي زنبرو الجام كأ كلاتنا توم فلتو نفلتو إيو كابن سنتو جميرو نإرتراو قالسي زرأيوتو فاينتن حاليوتن أبركتون عزوز نيرو تراي إلكا زحلف يكونن حالفاتات نيرو أبتكس إلو زعاقوخي من كسقاس تمهارو يكون أبزنبر سلاماون برتاون كالسنا أسرات محمد عمر بريهو زرأي إيو
نأنت هاجراو قالسي أزي بزوق زخفلة محمد عمر مس كلهم مقالستو زنبرو سوءات بتصوتو زل ألما وزخرن كبرن يخنهم نسدرا بيتن فتوتن بتصوت محمد عمر يحيى صنعات يهب. طيب شكرا أخي أمينو. هناخد استراحة لمدة 20 دقيقة لحد الساعة 6 اللي العصر دخل، وعندنا فيك يعني مباشرة هنرجع لأنه الزمن برضه ضيق، فهناخد شوية استراحة أخي أمينو. أوكي هنبدأ بعده الساعة عندنا متحدثين كتر إن شاء الله. الساعة 6. يا نقاش بمصر يورانوم بطارية. Pablo, naik daftar naik ya yang sekarang.
ماشي. الو. سلام مسرة أمور بريفري.
محمد نور، لا افتح ايش اسمه، كلمني هنا في الشاشة. أستاذ ناصر تسمعني؟ ناصر؟ كراني. لا ما قاعد يسمع شكله.
مم. أستاذ كراني. Amino, هنتكلم موسيقى قبل إني كفتي إني قدم إني تسبح قاعد موتو. Thank you. نو اوريدي تا زبلوا جزي اخيله انو جلدا تكنيكال متعري قبل لومبر ام جمارين عن اوريدي You know, Facebook live خير الله. يا شير ام مقبراي تحمو بوجه هو قل موسيقى تتقبر له زي منقذ الحجي وي مع لست والات مزمور تزدقم سبونيرو. صحيح أمين، يكون أفضل. صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في الواحد والستين. وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في الواحد والستين. نحن المكانة قد صعدناها، نحن المكانة قد صعدناها، نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأحباب، من أجل أنبى الأحباب، من أجل أنبى الأحباب، نحن العذابات شربناها. صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل
قال العلم الأمة قد دمت طويلا قال العلم الأمة قد دمت طويلا قال الفلاح قد دمت أسيرا قال الراعي قد عشت ذليلا قالوا هيا 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 نبحث عن فجر جديد ما من أجل مصلحة الملايين ما من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل كل الكادحين صرنا من أجل كل الكادحين ورفضنا كل ظلم واقع فينا ورفضنا كل ظلم واقع فينا وعلى النار وعلى النار وعلى النار صورة كل واحد مسكينة على النار وعلى النار وعلى النار صورة كل واحد مسكينة شعبي الذي سار على تكالب الأعداء شعبي الذي سار على تكالب الأعداء شعبي الذي سار في 61 شعبي الذي سار في 61 لا 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 على الأمة انتصار المبين قولوا لا 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 على الأمة انتصار المبين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل مصلحة الملايين صرنا من أجل كل الكادحين صرنا من أجل كل الكادحين ورفضنا كل ظلم واقع فينا ورفضنا كل ظلم واقع فينا وعلى الله وعلى الله وعلى الله صورة كل واحد مسكينة على الله على الله على الله صورة كل واحد مسكينة بس ناصر تسمعني؟ ناصر؟ ناصر حبيبي أمين. حبيبي انتم ما قاعد تسمعونا الظاهر. آسفين جدا يا جماعة لأنه صادفهم مشكلة صغيرة كده تقنية. الصوت ما قاعد يسمعوا وكذلك برضو العرض اللي بيسووه في الشاشة جالسين يعالجوا المشكلة. بزحي غريتان حطت نتي قروب سجمة قواني في النادر لو فتحتها بمركبي قروب لعل تحت زبلو زلو دمتي سماعي لنكم اون تزيل محل الفوض اللي انا سكرين ناتهم كيبو تسجيمه مالو قال دقائق عدل كتبناهم. مقصر أمينو مهنياتو فيسبوك خيدي زلو قاب كيف يا إن شاء الله.
زوم قاعد تسمعني يا ناصر؟ افتح المايك حقك في اللابتوب. ميوتي زلكو هو أنا قلنا معنا سمعنا يلا ناصر ماتوا ما في صوت منك، ما قاعد يوصل يعني. أول شيء أنت ميوت افتحها كده، احتمال لا يدنه مع إنه ما عنده علاقة في اللابتوب. أوكي، ودحين قاعد يستمع ولا لسه؟ دقيقة. ابو محمد كده سامعني؟ هسه سامعينكم، انتم سامعين؟ أيوة، سامعين عشان تمام. ايوه ميوت بس. سامعينكم واصل يا اخوان، ابدا البرنامج لانه زمن. سامعين كويس هسه؟ مسامعين ممتاز. مسموع. ايوه. ميكروفونك بس. شغال. يا ناصر، ايوه. الشاشة الثانية وين؟ طفيتوها ولا ايش؟ الشاشة الثانية موجودة. الميكروفون ذاك فين كان؟ سامعكم بس. والله يكون هناك ديل لكن ما كان. لا لا كتابة كلام. لا من نزل كتابة. لما ترفعه الصوت يكون الناس بس تبين عشان تعرف ما طيب، أهلا وسهلا فيكم من جديد. راح نواصل برنامجنا إن شاء الله. أستاذ ناصر صلح الشاشة. واضح؟ تفضل. طيب، مواصلة لكلمات المناضلين زملاء الشهيد محمد عمر يحيى، الآن راح نستمع كلمة المناضل السفير علي محمد صالح. إذا سمعنا فليتفضل. يا كابزغت لنا دماني أتي قال نايتهم لو مشت غريبهم زلوا حد خابهم كأني السفير دبلوماسي أستاذ علي محمد صالح. سمعنا انت اللقاء مايك فتم. شكله بعيد، نرجع له بعدين ابو محمد. ربنا يسر خلاص شوي. أيوة، ممكن ما قاعد يسمعنا، فشوف اللي بعده عشان نرجع له. طيب حنواصل. حندي في النص فرصة أيضا للمناضل الأخ أرهي حمد ناكا. تفضل. تسألنا أستاذ أرهي حمد ناكا عبد المنبو. أقدم يسمع له. يا سمع له. أقدم أنا زوم ورات أحوات أحد عسير لنا الجخير. يا سمع له. يسمع له عسير. أقدم أنا زوم بصوت ونظام حوات نزا مع التزيئة نمذكر أيانان حونان قديم تقدالي نزبدالو يمسجن تاريخو توما تبيعون يفلطو قليس أميهم
أنا بزح أيفلطهم نيره سو محمد عمر يحيى أب مفارق سمانيات أب سعودية يتلاليو كم يوم زعمسلو تقادرتي ملو هيوتهم 7 تقالسي كمترشتا حمساتات كبوليتيكاو آلسي بملو نتيبرتاو آلسي كساب حج خاء أب آلسي ملو هيوتهم زحلفو أمو أب دقه ترفق له وب حده بطعمي يبهمني يسمعني نتي استقال سولو نتمي انتو نتي رهواخ ركب بزبون إلى مستقال سولو بترهواون أي رأيوه بزح زبهيو تذكروي بالسوو أب سمانياتات وفي اللايون تقابل لحرنة إرترا أب تفحيلات النوز نبرت بحر سمانيان حدن أب جدا بزي نبرنا له إما لا لسنا نيرو أب حما كونتات نيرنا سوو محمد عمر يحيى سلام كتب له كلها جميركا كساب أبا أخيبات أتو ولا أخيباو اتفشختو اتقلسو تيتي تحوسناتو قلينا يعني قليناس ولا خبا جمعكم قصنا قتالي كتريو الله قليز قلينا نمثل نسوقن ولا كبتي أجندات حسكا تزارب كلها تار قفح قصو في الشخص لا تزارب كله قلتيفون عبكستاي أتوقع مالك سلازي تيا زيادة أنا زي الساعة ويز ذكرى تحوسوا نا هاوني حبسا كابلبي زمسا نا حكي جنوين سلاز هونت مالتي لازم نكسا سماي وارسو تا قداس انتايو كل جزي نحنا نزوم عبيتي مرحتنان فقال استجنوا برو بحد أبزخون بوتا يترفو كل جزي هم تتأكدنا نزارب تحنتجن قروب كباي كاب نفسي يعني كم زي أتزاربنا أحدنا نخيل إذن الزارب وساب قبرنا وعلودين تحري أمسي تناتهم تنسون استقال سولو تنسون زخدولو من قدس كما يمخ عوات إلنا بقى أنت نستمتن كل جزي نسون قبل بنالو تنسون تحسبولو تنسون استقال سولو نحنا سون زي فص أمواب جزي زي فص عوق نحنا خنوصحو يلابو نقوم قصة سماعي يوارسو نسدران يكون بوزعوتون كلهم وارد بنعتي هذا النايبل يغني اللي نزعب زيادة هكذا ثانك يو يغني لنا ثانك يو أرها لك عبد زي وديك ما شاء الله يا أستاذ ناصر أيوة تفضل اللابتوب الثاني افتحوا الفيديو ظهر هو شغال وموجود باسم نقاش أعتقد تفضل كمل اوكي اباها حجي امينو لحظة نزلها تحت لأنه في السقف هي موجودة لا مو حقك ناصر لا الشاشة الثانية كراني دقيقة إن شاء الله الأستاذ علي محمد صالح يكون جاهز. أستاذ علي محمد صالح إذا تسمعنا ناصر حوي برانكا دما عريها أجست جورا مونيات أون أوف تغيدا لا تسلمت برايت جورا لا الذي نتي فيديو قعر تسمكون مثلا شكرا. think ما قاعد يسمعنا الظاهر طلع كمان ما قاعد يشوف. اوكي ما مشكلة إذا دخل بعدين ممكن نديه فرصة فحنواصل. الأخ المناضل أبو بكر علي محمد عنتر من السعودية. ضغط لنا تقادلي أبو بكر علي محمد عنتر قد النهب. أبو بكر سمعني لها أبو بكر علي
اوكي جزية خي نقتل ممكن يجهزوا نفسهم كنقصلينا المناضل حمد كله من بريطانيا إذا زبط برضه محمد كله، لأنه كثير ناس طلعوا الزهر ما رجعوا لنا. اوكي هنواصل. عندك في القاعة خلينا نعطي أولويات إذا موجودين في القائمة. يا موجودين. حندي فرصة الآن للأخ صالح سليمان وبعده الأخ محمد نور كراني إن شاء الله. كتسلنا صالح سليمان في ستوكهولم، صالح سليمان من لندن عندنا برضه أعتقد. نعم. تلكة. طيب صالح تلكة. الإخوة والأخوات الحضور والإخوة المنظمين، هذا التأمين تحية النضال المشترك. الإخوة والأخوات الحضور والإخوة المنظمين لهذا التأمين تحية النضال المشترك، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يقادرنا الراحل الكبير ليضم إلى قوافل الشهداء من قادة منادلي شعبنا الذي ما زال إرثهم النضالي خالدا في وجدان شعبنا الإريتري، وهو أحد رواد وأبرز الشخصيات المناضلة التي عاشت مراحل النضال الإريتري. تشرب معين النضال من زعماء الحركة الطلابية الإريترية في أثمرة، بل كان من يكتب شعاراتها المطلبية بحق التقرير المثير، وكان نشطا في وسط المعلمين والطلاب، واتهم بتحريض لتبني القضايا الوطنية، رافعا تأسيس الحركة التحرير الإريترية، وكان مثاليا ومناضلا صلبا جسورا، فبردت شجاعته وعرف بين رفاقه بأنه مندفع في سبيل القيام بالأدوار والمهمات النضالية. وبحسب أفادت روافقه من رواد الحركة يصعب الحديث عنه. نقاش إذا اسمعني افتح المايك لأنه بالغلط تقفلت حق المتحدث يعني. أيوة تمام. بعدين تحسب لي عن دوره في حركة المناضل محمد عمر يحيى من دون الحديث عن دوره في حركة التحرير ثم في جبهة التحرير الإريترية كيف لا، وهو الذي قدم قضية شعبنا وثورته إلى كثير من الدول العربية الخليجية والدول الآسيوية من ضمنها جمهورية إيران وغيرها، وقدم الكثير في عمله للطلاب المنحة الدراسية، وقدم لأجل الثورة لدعم حركة المناضلين، حرب التحرير، وإعلام وتدريب عسكري ومنحة دراسية للطلاب، وخلاف المساعدات الطبية والعلاجية
شرح الثورة. ولا شك أن الجميع يعرف. عندك نص دقيقة أخ صالح. لا إله إلا الله. أنا عندي ورقتين. طيب ولا شك الجميع يعرف ما وصل إليه علاقة الثورة الإريترية بعد حبل كارت من أجل قضية وشعبه والمضطهد من قيم العطاء والوصول من خلال تفاني دفاعه عن شعبه وحقوقه في الكرامة والحرية. يرحل اليوم المناضل الكبير منذ عدة أيام كان مريضا، أي عدة سنوات كان مريضا يعاني من مرض الذي أفقده الفراش في الجسم المحمول والمثقل لقضية الوطن، وكل ذلك لم يقترف أو لم يفتر في مهمته، بل كان يراه الناس قوي العزيمة والإرادة من أجل شعبه، ولم يراه يائسا في انتصاره وفي بسمته ومع الصغير والكبير. شكرا بقضيته. صالح. بعدين ممكن حنديك فرصة في الأخير إذا في زمن، لأن عندنا أيضا متحدثين. بارك الله فيك. الأخ كراني، بعده الأخ زين العابدين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعزي نفسي وأعزي الأسرة الفقيد والمنادلين من زملاء من الرعيل الأول. ومثل ما يقال إن الجياد أو الحصين تعرف في ميدان السباق والرجال في المواقف. وحقيقة رعيلنا الأول يعني أثبتوا حقيقة هم فرسان في السباق وأيضا رجال في المواقف، وهذا حقيقة عبء وإرث كبير بالنسبة لنا. لكنهم حقيقة ما يعرف تاريخهم، لأنه مثل الخيط اللي يكون في داخل الشمعة، ترى الشمعة تذوب لكن في الأساس اللي يديه هو هذا الخيط يعني. ونعرف تاريخهم مع الأسف بعد وفاتهم، بعد ما انتقلوا إلى رحمة الله يعني. وهذه مسؤولية كبيرة يعني. اللي يحزن هو يعني أصلا المنادل هو مشروع شهادة، يخرج على أساس يقتل أو يقتل يعني، فهذا يعني شيء طبيعي. ومن سنة الحياة أيضا أن كلنا في هذا الطريق يعني، فقط هي محطات واللي ننزل فيها يعني. لكن اللي يؤسف أن بعد هذا كل نضال، أن هذا المشروع بعد هذه كل تضحيات 60 سنة من النضال بتاع الأستاذ محمد عمر يحيى، أن تكون إريتريا في مرحلة تكون أو لا تكون، أن تكون مهددة في الوجود، ونحن أن نكون في خارج هذا الوطن. هذا تحدي كبير حقيقة، وهذا يحمل هذا الجيل مسؤولية كبيرة وعبء كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى كما يعني هم أدوا واجبهم أن نؤدي نحن واجبنا يعني. كثير من الناس حقيقة يلوم جبهة التحرير وفي إخفاقاتها والجيل القديم، لكن حتى بالمنطقة القرآن الله سبحانه وتعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كل جيل مسؤول، والأمة قد تكون جيل وقد تكون يعني نحن الآن حقيقة مسؤولين عن كسبنا، لأنه الجيل اللي سبقنا أدى جزء من الدور. أقل شيء حلمهم إن إريتريا أن تحررت إريتريا، الباقي أن تكون دولة المواطنة، أن نعيش فيها، أن يكرم فيها شهدائنا، وأن يعزز هذا تاريخهم، وما يكون مثل ما يعني الفنان محمد علي فكر يعني كان يخاف أن ما يكون تاريخ إريتريا صفحات تاريخ مطوي يعني، أن لا يكون هذا التاريخ مطوي إن شاء الله. وجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على هذه الأمة وعلى هذا الوطن، وأن يكرم المعلم هذا أيضا أن تكون مدرسة باسمه أو شارع باسمه تذكره الأجيال. شكرا لكم. شكرا الله كراني، ما قصرت معانا. أوكي، حتتابعونا بالصوت أعتقد. قاعد تشوفوا شيء أخ أمينة؟ ايوه، انت متصور من الجهتين يعني. مفروض الشاشة الثانية تكون على الحضور. ممتاز كده، نزلها. اوكي حلو. نزلها شوية نقش. شوية نزلها. شوية ارفع بس. يلا. طيب الأخ زين العابدين شوكاي أبو أنس، تفضل. بعده حندي للأخ المناضل صالح سليمان أعتقد من لندن، إن شاء الله يكون جاهز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ زين خليه يعدل لك بس الشاشة. أيوة تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. وفاة المناضل الكبير الرمز محمد عمر يحيى ذكرتني بمقولة للشاعر التشيلي بابلو نيرودا، يقول في قصيدة عن فضل الشهيد: وأنت ككل الذين أرادوا لوجه الحياة رداء جميلا، تمنيت أن يخرج الصبح من قبضتيك، فعلت الذي كان حتما عليك وما كان حتما على الناس جيلا فجيلا. لا أريد أن أثقل عليكم بذكر مناقب الشهيد البطل المناضل الوطني الكبير والرمز الأستاذ محمد عمر يحيى. ذكرياتي عنه ومعرفتي به قليلة للغاية، وآخر عهدي به كان بعد تخرجي من سوريا وعودتي إلى السودان وقبل أن أتوجه إلى أوروبا، حينها زارنا في منزلنا في كسلة لعيادة الوالد الذي كان يعاني حينها من كسر في المفصل العلوي للرجل بعد أن أصيب في حادث أثناء عبور الحدود بين إريتريا والسودان. كان المناضل الشهيد محمد عمر ينادي الوالد بالخال، خالي، نسبة لجهة والدة المرحوم. كان محمد عمر رحمه الله متين البنية، جهوري الصوت، هاش باش، يسمع ضحكه من بعيد، واسع الصدر بالمعنيين المادي والمعنوي، جميل قسمات الوجه، وجيه وطيب القلب. كم هو جميل أن تجتمع كل هذه الصفات وكثير غيرها من جميل الشمائل في شخص واحد. في ذكر فضل الشهيد والشهداء، وهو مقام يستحقه المناضل الأستاذ محمد عمر يحيى بجدارة، لأنه كان تجسيدا لمقولة الشهيد عمر المختار قائد الثورة الليبية: نحن لا نستسلم، نحن ننتصر أو نموت. وها هو قد فارق الدنيا وهو رافض أن يستسلم أو يقر نظام القمع والاستبداد القابع في أسمرة على بعد مئات الكيلومترات من بلاده إريتريا التي أحبها وناضل من أجلها حتى آخر رمق في حياته في مدينة القضارف السودانية. كان محمد عمر تجسيدا لمقولة الزعيم المصري سعد زغلول: الحق فوق القوة، ومن مات دون حقه فهو شهيد. لأن الرجال كما يقول يوسف بن تاشفين يموتون وقوفا سواء في سبيل العقيدة أو الوطن. أحد القادة والمفكرين يقول: الشهداء لا يطلبون منا شيئا، فقط أن نكمل ما بدأوه. وإننا نعاهد الشهيد محمد عمر يحيى أننا سنكمل ما بدأوه. وأختم بما قاله الشاعر التركي ناظم حكمت: أسوأ أنواع الموت أن تموت بلا قضية، وأشرف موت أن تموت من أجل شعبك ووطنك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ زين العابدين، شكرا يا أبو أنس. الآن الأخ صالح سليمان من لندن، وبعده المناضل نوري عبد الله إذا كان جاهز. الأخ صالح سليمان. أمينو. أستاذ صالح سليمان، سمعنت الخاك بلندن أب زوم زلهم درجة ندعي سمع اللخ دي أنا يا جماعة أب زوم سكحبروني. مسموع أمينو. مسموع أمينو. نعم مسموع 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 أمينو. طيب أستاذ صالح سليمان من لندن إذا أنت موجود، أو اللي قبله مين كانوا أساميهم؟ الأخ المناضل نوري عبد الله. وفي علي محمد صالح كان موجود، كان ما أعرف إذا كان موجود الآن. طلع هو ما موجود. أوكي. أستاذ علي مش موجود. أستاذ نوري برضو ما موجود. لا نوري موجود. أستاذ في دقيقة. أيضا عندنا الأخ عثمان شفا إذا قاعد يسمعنا برضو في القائمة. أستاذ عثمان شفا سمعنا أنت ده اللقاء؟ أقول لك أبتي قاعة أستاذ ناصر، أبو أنت اللون ود أموني دحري يبزي إيدهم حافي بلو بزحات كزارو زليلو أنت ما جايش كأني نزقا قرب تتصنعنا. يا بالنسبة للقاعة دارجة ودينا هنا أنت دا إيدو حافظ بالليل نابزي، ما في شخص رفع يده. الأخوات إذا في واحدة عايز تتكلم نديها فرصة أيضا. لا دقيقة اللي ما تكلموا معلش بس ما مشكلة، نعطي فرصة للي رافعين يدهم. زوم عليك. أوكي عندنا أستاذ أحمد إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رحل من دنيانا الفانية الأستاذ الجليل المربي والمناضل الشهم القامة محمد عمر يحيى. برحيل تفقد إريتريا من رجالها الذين صنعوا الوعي وربوا الأجيال وسطروا التاريخ من أجل الحرية والتحرير. ما نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأستاذ محمد عمر يحيى من العناصر التي أسست داخل مدينة كرن 57 التنظيم السري بقيادة الأب الجليل المناضل الشيخ محمد علي أكتي مضى الله في عمره. وهذه الحركة التي اجتمعت ليلا في بيت محمد نور حبونة في عد حباب على ما أعتقد، فقرر الأخ المناضل محمد عمر أن يركب العلم إريتري وينزل العلم الإثيوبي في يوم الوطني لأثيوبيا. فرفاقه قالوا له هذا خطر عليك، لكن بعد خروجهم من الاجتماع على حسب ما يذكر الأستاذ عيسى مضى الله في عمره، ياسين كان أظن ساكن، احتمال سكون يكون جنبي كامبو، ومسكوه صباحا. مشى في البوليس القائد المؤسس محمد علي أكتي يسأل فسجنوه. وبعدها انطلقت الشرارة الأولى للمظاهرات في مدينة كرن، فاجتمع شعب كرن في جيرافيوري، وبدأت المظاهرات في كرن وثم انطلقت في جميع المدن الإريترية. ودي كانت شرارة الأولى للوعي الذي تكون للشباب الإريتري وللشعب الإريتري أن ينطلقوا منه. وبعدها أتت حركة تحرير. هذا الجيل الذهبي الذي يعني أسس الثورة وضحى فيها أكثر من 70 عاما. نسأل الله أن يجزيهم ربنا جنة الفردوس. لكن ما نقوله الآن التحدي الحقيقي هو الآن إريتريا تكون أو لا تكون. كل الفسائل التي الآن موجودة أمامي وتحضر تأبين الشهيد محمد عمر يحيى. التحدي الكبير أن تتنازلوا عن كبريائكم، أن تتنازلوا عن خصوصيتكم الخاصة، أن توحدوا وترصوا الصفوف، وأن يكون مشروعكم الأول كيف نرجع لإريتريا، كيف هذا النظام نجبره يا أن نسقطه يا أن نتحاور معه ونرجع إريتريا وتكون إريتريا للإريتريين وتكون إريتريا دولة الدستور والقانون ويعيش فيها كل إريتري بكرامة وحرية وكل أبطالنا يدفنوا في إريتريا. لا يكفي أن نجتمع في التأبين، يجب أن يكون هناك مشروع ما بعد التأبين. هل كل مرة حنجتمع ونأبن لأبطالنا وهم يموتوا خارج إريتريا وننتفض ما بعده؟ المفروض نكمل الآن مشوارهم ومشروعهم بالتنازل عن أنانية التي نعيشها. نكون تنظيم واحد طليعي كما كان جبهة التحرير إريتريا، وما بناسب الآن ظروفنا وننطلق ونغير واقعنا. المفروض أن ننطلق لهذا المشروع. وتحياتي وسلام لكم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومسيرنا حنرجع في إريتريا إن لم يكن اليوم فغدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ أحمد، ما قصرتم. أمينة. أوكي، كابز غتسلنا خاني أستاذ فشالة. يغني اللي أمينة بتعامل زمسكاني ونزي يزد لكم بزعبا محمد عمر يحيى بزح تباهيلو بزح تباهل جبو على أن تكون جن استجزي زلو بزح كبل أيدلن في الأيدماء إذا مصحف زياء بشعن شعت مئتن 96 ناي سماعتات مزقب إلى بلد هذا كابتي ترى أمرار حنزي سرح زنورو مخانو يذكر ماله كابو حليفة كبلاس دلين تلاليو نابانا يخجل بات نحنا عن تويون هاو قرقير تول دا ذكر ربي لوانيرو فعل محمد عمر يحيى أو اخترفو زي كونه عدون تزياتو كمانا أفسدت كنبرو يقولوا نعانا كقالسو نعانا عنقلو ديبصحو عدي عين برن انتخونا جن اتي عدلوم قد خوينو ويكا تجنناتو من توعاتو من أبتا قرويت هاجر وموخاني أبزيز حلفه انتو حريني 15 عمت 10 عمت يخون أسقائي كنتات أبزل لو أبسدان كوينم قالسو خلو كابزيز عبي توعات يلن كل تتبهلي كابكرن جميرو قبرو
أب مسكرنته إزي مسواتي أب سودان دوي لزوسودو أبز حالفة جزيمس حسن كليفة أبز عبا خمزين الزارب نيرنا نمن تايو أو خوفي الكم كستايتو بلو مسوال كوسي من ريش أنا نسيو كاب عدنا هنوستا عين برنان أو عدنا خبزوت أنا جن كن رحك كايلنا لا بوسيلنا إلهم كمون مع عبد الله محمود زحات أب إثيوبيا زلو أب سودان زلو وين تراخيبه بخمس يوم للزار وسلزي إزي جيجننا تزي نحنا انتاي غيرنا تراخنا بالكنا نعوم يكون النزيوم أكلم زخدوسي نتوم سمكولان وين انتاي غيرنا انتاي نقبر لنا تدالنا نفسنا خنحتتن ملسي خاني بعلنا نركبين زقبانا كاوس طرفه ساتوم تجننا تفصيمو ما يوم اذي منግስተ ሰማይ ዝበሃል ካን ወዲ ሰብ ክትብል ንእግዚአብሔሩ ከተሐጉስ ክትብል ተበገስካዮ ኣብ ዕላምኡ ዋላ ኣይብፃሕ በዚ መንገዲ ዝክትከይድ ከለካ ጻድቃናት እዮም ወይ ሰማዕታት ናይ ሓርነት እዮም ኢልና ኢና ክነሓልፎ ንደሊ ብጣዕሚ ግን ቅር ዝብለኒ የለን ግን ዝገበርናዮ ስለዘየለ ግን ብዙሕ ዝስከፍ ኣብዚ ስከፍታ እዚ ከዓኒ ሕጂ እውን ተሰሪሕና ነቶም ተሪፎም ዘለው كنحجزهم نخلينا ويدمع عنكم إذا مثلا كنسرح نخلينا يبل يغني لنا أستاذ فشالي. أوكي من الأوائل اللي ذكرت أساميهم إذا بيسمعونا يا ريت لو تكرر لي مين كانوا. المناضل علي محمد صالح، أبو بكر علي عنتر، الأخ صالح سليمان، الأخ نوري عبد الله، الأخ عثمان شفا، كلهم هذول مفروض يدخلوا إذا موجودين واحد منهم يقدر يخش عنه وإلا واصل في الناس الرافعين يدهم. دقيمنا تويغنا يوم لنا سمعونا ونالون تداني سمعكم شنكم بغتا مايك عدلك نبكم نقلينا. أجيجن أستاذ محمد علي إسماعيل، تفضل. أوكي شكرا أمينو أستاذ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني أنا كنت أسمع عن نضالات الشهيد أستاذ محمد عمر من الأهل لأنه عندنا غرابة، كنت أسمع عنه لكن لأول مرة أنا يعني لقيته في سيمينار بتاعت راساي سنة 82 واتذكر ليل عن طرف النهار لتوحيد الجبهة إيش من مجهود كان يبذل، يعني أنا لا أنساه يعني. بعد ذاك طبعا في السودان يعني بالذات اللي بيتذكروا عن الأستاذ هو في تكوين أول مظلة التجمع، يعني جبهة التحرير الإريتري المجلس الثوري كان أخذ مبادرة لتكوين المظلة دي وبالذات رئاسة التنظيم كانت الله يديه العافية الأخ إبراهيم محمد علي، وأستاذ محمد عمر يحيى كان عضو تنفيذي وهو اللي كان متحرك ليل عن طرف النهار يعني عشان يقنع التنظيمات الثانية والناس تتوحد وعلى الأقل تكون المظلة، وفعلا مجهوده كان كبير. ثالثا أنا بتذكر يعني أنا شوية مع عمل الثاني كان عندي عمل إضافي بخصوص لاجئين والطلبة، بالذات الطلبة اللي كان دايرين يعني اللي يقدموا للدراسات للتخريج، يعني دراسات كانوا يطالبوا عشان يلتقوا بمناضلين قدام، وأنا حسي عددهم ما بتذكر لكن أنا أتذكر خليتهم يلتقوا بأستاذ الشهيد محمد عمر، وفعلا يعني تاريخ الثورة الإريترية يعني بكل وضوح يعني كان يجاوب ويديهم معلومات، وعلى ضوء فعلا في شباب طلبة اللي تخرجوا واللي هو ساعدهم في الدراسات بتاعت اللي قدموهم للتخريج يعني. بالإضافة لذلك أنا ما بنسى أستاذ محمد عمر، أولا لا يعرف الراحة، رجل ديناميكي
يعني الليل عن طرف النهار هو في الجري واللقاءات لإقناع الآخرين لمصلحة الوطن. ثانيا أستاذ كان سخي، يعني لو عنده قرش بيدي للمناضلين يعني. والمهم يعني فعلا كل الأمور ذكروا الإخوة اللي تحدثوا قبلي، وربنا يجعله ما قدموا لوطنه لإريتريا ربنا يجعله في حسناته، وربنا يجعله من أهل الجنة مع الصديقين والشهداء. وشكرا. شكرا أستاذ محمد علي إسماعيل. شكرا الأستاذ محمد علي. الأخ أمينو بعد بالكثير 10 دقائق لازم حنقفل. فالرافعين يدهم 4 شايف 4 أشخاص. بسرعة إذا تكلموا عشان نختم. شكرا. ممتاز جدا. أوكي، أبغى أعطي برضو أولوية للمرأة. أستاذة جوهرة أعطيك الأولوية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والنساء ديالي سجي إيدي الحفاظ بلا أنا وصوتي ونكوكل سلادة لكم جمعة يلان رودا يلان لومي بزبوتا بزحبة محمد عمر يحيى في الزاربة. نحن ونبتا زركبنا له جزي ولا ونبزا أوروبا وتي وزهبنا زنبر فقرا معدن بقليل زرقي أيكونن يعني كواك ساب كروا جزي زوجات ساب أب السودان تعب هالتخون تبوق جرائي يروحوا ينيره فقري ذهب نيرو نايت ألسي طلعت هالليو طلعوا تقالسوا سمروا حادخونو زين يروح لما محمد عمر يحيى هجون بحضروا مثل ننبر قدم فشالة دي تزارب ودنيرو مرر دبل زربع تزاريب نيرو حدنا تيلو كله نحن سكاب دلنا ينوصع نقدميت نكيد نفسنا نرسل جين حمام سلطان حمامي معناته أبقى هجرات زكاية دلو وقعت خلخو وموتهم مرحتنا تسلطان حيزم هزبهم بحمسة شحات قلم لنا النات أفقه جينا كم أزقبروا على أمه كابز تمزي وتينا بحبار كنو قعد بفلايتهم دك حنت سبيتي دك حنت جبها زنبرنا عبلنا تاوي عن كوينا ابني تتححزنا بسلمنا انتاي بحال كلت إيد بحبار حند تدأثر حنت سالسيتي إيد ربي يبحال سلازي بحبار نسرح سوقتنا خذكروا سوقتنا كحقوسو عدهم حاولت خنقبر لهم محطن استاذي محمد عمر يحيى دما إن شاء الله يجعله مع الشهداء والصديقين إن شاء الله ويبارك في ذريته معنا نبطعته بفلايك عن جنبار دحنت أقرأوا دحنت أبون حاون ينيروك ساعة زاد خد الله جزيمه صنعتي هذا الناس صنعتي هبكون كلكم تقالستي تخالق تاريخ بتقفوا غيركم سلة تزاركم بلاش ولكم وجزاكم الله خير يغني لي كلكم أبزياد لكم بتقتي سلامي لكم نحد إنك نسرح. أوكي شكرا أستاذة جوهرة. أوكي أستمر شكرا الأستاذ المناضلة جوهرة. باقي لنا 3 أشخاص إن شاء الله. آخر واحد حيكون أستاذ منقسط أبا اسمره حجيجن أستاذ علي عثمان إذا تسمعني. أستاذ علي عثمان افتح المايك أستاذ علي. أنت فتحت الفيديو بس افتح المايك. افتح المايك الأخ علي. قاعد اتكلم ما سامع اتكلم. أيوة إذا تسمعني يا ريت لو تفتح المايك. أنت قفلت الفيديو.
الأخ علي، الميكروفون اللي موجود في الجوال اكبس عليها عشان تفتح المايك. هو ما سامعك بتكلم. ايوه ابو ناصر. أخ علي تفتح الميكروفون ممكن؟ الأخ علي افتح الميكروفون، المايك. أمينة ممكن نرجع له بعدين، واصل في اللي بعده. أستاذ حسن إبراهيم. أستاذ حسن إبراهيم إذا تسمعني. الأخ حسن إبراهيم. أوكي أستاذ منقسطاوة أسمرهم، تفضل. سلام سلام سلام، كم يوعدكم كم يوعدكم. سمع له؟ بوت سمع الله. اوكي. يغني اللي أقدم لنا زخريناي سو محمد عمر يحيى مدلاو زقبركم مسقانا يقرب مالتي بزعبا سوء كآ زم قدمي تزاربو بزرزر أسفيهم قد يصوموهم. أنا قنتن أبكارتون كلنا بحنسا أبو أمري زسفرن ناتو بحريات يا مخقلت زدلي قالوا انت ناخفهم يعني نساتن كأحد سوء محمد عمر يحيى مقلول سبينير مالتي تحوت مقلول دحر مس كله خا كزارب زغئلي مالتي مس زفوتو يكون زصلو يكون زي قدس سفح ناي رخكب كستاي نيرو مالتي مسمر نيرو كالي كابتن طبيعته زنبره في الشختة كل جزء أبغى له مالتي كعلل كله خبل كله في الشختة له كسعق كله ها نو كوين كاخد سمع مالتي سحاق سمعك محمد عمر اللي خات بالمالتي ولا بدق خن كتب بيت صحفة تحتي بلا على كله سحق سمعه حيال نيرو مالتي تي دمسي ناي كسحق كله كال سي من نبابرو سرعي مالتي نوك هو يستس قد مسبي يستس سجيدو أبيلو شعو يوصل كم تقدموا حدا ونزبولو شعو زبصحن بوتاتات اللو مالتي حبريتا زؤكبولو بوتاتات اللو ناو خيد أكالت صقومات اللو ناو بتصح بيت صحفات اللو ميدان مولد ناو بتصح كاو حمومات اليوم قلت اليوم ملو معلتي كنت أساقسيو نزوعل مالتي مشت كا قد مسبي يزدقس مالتي إذا سرعتي هوت نيرات أنجيويتس مشت كا قلتيفو يدقس نيرو مالتي እዚኣውን ኣብቲ ተዘክሮታተይ ኣላ ካልእ ከዓ ብእግሩ ምክያት ከዓ ይፈቱ እዩ ማለት እዩ ጉልቡት እዩ ረጒድ እዩ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ብእግሪ ምክያት ከዓ ፈቱ መዓት እዩ ነይሩ ኣብ ካርቱም ዝኩሉ ፀሓይ ከሎ ብእግሩ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ማለት እዩ ዋላ ካብኡ ዝትሕቱ መንእሰያት ምስኡ ከይዶም ክቅድምዎ ከማና ይኽእሉን እዮም ንጡፍ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ንጡፍ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚአን እየን ካብተን ባህርያቱ ኣነ ክውስኸን ዝደለኹ ንስውእና መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤትን መቃልስቱን ከዓ ፅንዓትት ይሃብ እናበልኩ ይዓፁ የቐኒለይ ኣሚና ثانك يو يغني أستاذ منقسطاوة أسمرهم. اوكي برجع لك استاذ علي، قاعد تسمعني دحين لانه ما عرفت. ايوه انت فتحت دحين المايك، تفضل. فتحت المايك، فتح الحمد لله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي، والتحية لكل شهدائنا الأبرار في كل الفترة اللي فاتت في القضية. نسأل الله لأخونا محمد عمر الرحمة والمغفرة والقبول والعتق من النار، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والكلام اللي سمعناه من الأخوة المشاركين هو قيد من فيض، يعني الشيء العمل الأخ محمد عمر والمجاهدات وما بذل من جهد يعني في القضية. وأتمنى يعني هسي أن إحنا بدل نجتر
مناقب الشهيد الناس الموجودة. نسأل الله أن توفق وتكمل المشوار اللي هم بدأوه في القضية، وأتمنى يعني أن الناس تحزو حزو ونغير بعض الواقع المرير ونحقق مراد الشعب الإريتري الصابر الذي يجري في المنافي. وأنا شاكر جدا لكم لإتاحة الفرصة، ونسأل الله يعني ربنا إن شاء الله يصلح عقبه، وخالص تعزينا لأسرته وكل الأسرة الإريترية هي أسرته. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيك الأخ علي عثمان. أعتقد حاليا عندنا نفرين، آخر نفرين رافعين يدهم. بعده حتكون عندنا كلمة مختصرة نختم بها الأخ نقاش، وأيضا يختم لنا هذا اللقاء الشيخ عمر أحمد بدعاء إن شاء الله. فأمينو. أستاذ حسن إبراهيم إذا تسمعني الحين. حسن إبراهيم سمعني أنت اللقاء الكحفة بالك الله وريلي. أوكي أستاذ صالح علي أحمد. شكرا أخوي أمين جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أعزي نفسي أولا ثم أولا فأولا ثم أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة الشعب الإريتري والوطن، وعزائي الخاص لوالدتي. ابعد شوي عن الميكروفون أستاذ صلاح. روضة صالح، وإخوتي خالد وأحلام ووهيب. وإذا سمح لي أبناء شهداء على الهواء مباشرة، وهم عائلة الشهيد علي أحمد، أسرة الشهيد عمر ناصر شوم، أسرة الشهيد عبدو حجي، أسرة الشهيد. لا إذا تسمعني خلي الميكروفون بعيد عن فمك شوية، قاعد يسوي شوية إزعاج. أرحق أقبل بس قرب. كمل دقيقة. لا عادي، بس أرحقها معناته هو نايتس دمسي دجا رجع قبل. تفضل. أوكي كده مسموع؟ مسموع كده واضح. تمام. كما تفضلت، إذا سمح لي أبناء الشهداء وأسر الشهداء اللي هي أسرة الشهيد علي أحمد، وأسرة الشهيد عمر ناصر شوم، وأسرة الشهيد عبدو حجي، وأسرة الشهيد محمد إدريس حاج، أسرة الشهيد أحمد علي ولله، أسرة الشهيد جنجر، أسرة الشهيد خليفة باسبير، أسرة الشهيد حسين شاقي، أسرة الشهيد عمر إزاز، أسرة الشهيد حشال عثمان، أسرة الشهيد عمر دام، أسرة الشهيد قندفل. لماذا؟ لأن الراحل المقيم الشهيد محمد عمر يحيى كان هو أب ووالد هؤلاء الذين ذكرت اسمهم حينما كنا لا نعرف آبائنا. فالوالد الشهيد محمد عمر يحيى فهو ذلك النحلة التي كانت تسقينا برحيقها واهتمامها. أنا تأخرت أن أشارك لأني كنت من الذين يستقبلون العزاء فيه. فالوالد والشهيد محمد عمر يحيى فهو ذلك الوطني المنفرد الذي تفوق على الوطن وعلينا وعلى الشعب الإريتري كافة، إذ أعطاهم كل ما يملك من حياته
من أجل الحرية والتحرير والعدالة، ولكن للأسف لم يعطيه الوطن ما يستحق، فهو الآن الأقوى حضورا بيننا، وعزاؤنا هو أن نتمسك بمبادئه. وأخيرا نقول: يا أبا خالد، مهما طال الحزن وليل التعذيب، مهما فعلوا بالتاريخ والأفراح، فأنت حبيب يا أبا خالد، حبيب. يا أبا خالد، هل قتلوا الثورة؟ هل خنقوا الجبهة وهي تجري في الشريان؟ أبدا أبدا يا أبا خالد، أبدا. الجبهة ما ماتت في الوجدان، فالجبهة أنت، عواتم سبتمبر في كل مكان. يا أبا خالد، لو أن الأرض الحبلى لا تلد الثوار، لو أن الأمطار تميت الزرع، لو أن الشمس تقيب ولا تطلع، لو صدت الخنجر خاصرتي وهتفت وداعا يا وطني. لكن يا أبا خالد، الأرض الحبلى تلد الثوار، وليل الزنزانة يتلوه نهار. وشكرا. شكرا الأخ صلاح علي أحمد. أمينو. اوكي، دكتور يوسف برهانو إيدو حفبلو لون اشتي توسخ بتاعنتو يزبولو عدل كنبو. تفضل دكتور يوسف. شكرا أمينو. طبعا قبل ما قدرت أكمل، لكن إيش عايز أقول؟ يعني في حكاية يعني مرتبطة بمحمد عمر وأخلاقه. أنا أتذكر لما إحنا جينا للمؤتمر الأول كطلبة، كان هو مسؤول في مكتب الخرطوم، مسؤول المكتب، استقبلنا. وحين كنا جالسين في الاسمية بتاع المساحة بتاع المكتب، في جوا الغرفة سمعنا ضحكة شديدة تهز الغرفة. ف يعني احنا قلنا مين هذا الشخص؟ وقالوا لنا هذه محمد عمر يحيى. هذه الضحكة يعني اللي كانت تطلع من عمق هذا الإنسان الإنساني، انطفت للأسف الشديد مع انقلاب 25 مارس. أنا عاشرت المناضل محمد عمر يحيى 44 سنة، وكنا أصدقاء. بعد 25 مارس الشهيد محمد عمر يحيى لن يضحك كما كان يفعل زمان. هذا يوريك أنه متى الحزن بتاع الانقسام، لأنه كان رجل وطني زي ما كل الإخوة ذكروا. فعلا همه أو القضية الأساسية عنده كانت مسألة الوحدة بين الأطراف. طبعا الأخ محمد عمر كان إنسان الإنسان والمناضل، كان خدوم وطيب الأخلاق وملتزم في أداء مهامه التنظيمية بإخلاص، نشط وديناميكي الحركة، وكان يمتلك علاقات اجتماعية واسعة ومحبوب عند الناس رحمه الله. طبعا في الفترة الأخيرة عشان أختم، الأخ محمد عمر كان في الخرطوم، والتنظيم وفق الإمكانات المحدودة بتاعه بالتعاون مع أسرته. الأخ محمد كان معزز ومكرم، كان في المكتب وكان في رعاية، والتنظيم ما قصر يعني بقدر الإمكان. كان يعني الناس تحاول بقدر الإمكان تحافظ عليه، لأنه هذه مسألة أخلاقية، هي مسؤولية قبل أن تكون مسألة يعني واجب. هذه مسألة أخلاقية، العناية بالمناضلين بالرعيل الأول بكل تأكيد. حدثت الأحداث للأسف الشديد في السودان، انتقل بعد ذلك إلى القذارف، وهناك أيضا بالتنسيق مع أسرة
أقرباء الشهيد. التنظيم برضو حاول بقدر الإمكان المتابعة لعلاجاته وغيره. وأنا بهذه قبل ما أختم هذه الكلمة أحب أيضا أشكر كل المناضلين والإخوان اللي كانوا يتابعوه، وخاصة اللي بذلوا مجهود في وقاموا بالواجب في واجب العزاء والدفن في القذارف. وبهذه المناسبة أريد أيضا أشكرهم جزيل الشكر، وتقبل الله إن شاء الله الشهيد بواسع رحمته ويجعله من أهل الفردوس. وشكرا. بارك الله فيك المناضل الدكتور يوسف، اللهم آمين. والآن كلمة ختامية للأخ المناضل نقاش عثمان، بعده الأخ أمينو برضو كلمة ختامية، وبعده الشيخ عمر إن شاء الله. يلا أخ نقاش. أول كنت أفتناي ناصر كيد مخنيات قلت أنت إيشمو كبلي أنا ما يكتب في هو أفتناي ناصر وتاخد صوت عتيوات وحضور يسمعن. بيجي سمع عندي تبقى له دو بسمع الحظ. هو أولا طبعا للحضور في القاعة ونزوم أبزي تساتي فهم دلو وحوات أحد فولي مسجانا كقرب ديسبلني مغنياتو خابتي حساب كابن جمهورو أتحيزم بالسفالة على ملكا نجي معروف زخونين يفانوا قداي كنقبر الصحابة برون سحقا قوزون كلهم حوات بصوت ثم أبالا سدرابيت أنا كهاب سدرابيتي جين كأب بزحت قدسات بعبي غاب بومبر ودب كأ إذا قداي زخوني غيركم ناسي معروف زخوني أفران واحد برونو جبل كمان جو سنر الله مبرحم عليك. سلازي نخلاتكم كبر مسجانا يبتحكم كمون نجي نوح ساعات هذه زوم كأ مسانا ذلهم تفعل بوسا تفعل مدرسة سلالهم مو حربنا ساعات كأ موجودين كبرين يبتحكم. نحنا عن طبيعة أستاذ شيخ أحمد إبراهيم بالنيرو كلهم كأيبلو له انتهى كنجبر لنا نزي كله موساني زم سوا أثناء النبل أبزي كما تقولون ذلي فولي هالسبات الله واحد. نحنا غمتي أبو مبر جبلو كاب كارتوم بوساني ني قدار في وقلم سبلة انتهى كنجبر له بمدبات ربنا ننجن بتعمي مقلولات زخوني دك حفتن دك حاول نيرو محمد عمر بفلا دك حاول دك حفتم اليوم كله هو تاجريفا ستي تم حواتو ثم ابتفل على علم نروسهم ما ستشجرني إرفان تفلطوهم. سلازي انتهي بهال من لا يشكر الناس من ما لا يشكر الله يعني ثبات بيستفعل عليه بقدارف قبرناه وتني كبرسنا سرعة غني حكمون وهم قال زبلناه حنت معلت كمان كبيدني مريرنا هاي بلات يعني. سلازي إن شاء الله ربنا يجيك خير قبوئي محمد عمر قبوئي ومخنياته أبو إرثرا ينيرو أبو كلهم زم سدرا بيتها سوات ينيرو أبو ناينير نعي أبو ينيرو نعي أبو ينيرو ماسي. سلازي أب سوريا بزعبا إرثراو هاجرنا سمهركو حد خبطهم عميقو زي مهرن نداس حاجة نداس تصاوت نداس وازي أب درجة ناس كا يبتحوا من البات ناصر صالح عبد الله علي مسانا نيرو أنا زغرب كسب نيرو نحو أب سوريا يعني من تاي وجهي نجاش أوروبا خير الله مسبلو تجايو جيو حزوه بس كملة سالوها بعد إلانيلو من البات جمع سمعنا اللي نتلب زخوينو كملة سالوه يلو يعني إذن حي عبي باللي جايين انتهينا هنقبر جبعنا نحنا سلازي راح
ممس موتو مبكاي زيكوني كنقبرو زيقبعنا إذا إرسرات تسرق الناس لازلا أنت كنقبر لنا خبيل فتو دك حو دك حفتو أب كله أب عد إنجليز أب جرمن أب شويدن أب إرترا أب مصري أب سعودي أب كله زلو كرعو بحوبهم بكهم مغنياتو نخلو إرسا زخرة اعترف نعاهم سنخلو زخرة أسلا زخونة بأخرى عاتنا يخبلهم ذلي إن شاء الله ربنا أخاهي بالنا كل سوازا مسكم نجار كل لنا نبر بحسب كنا نذكر له مثل كابسب موتي في الليني ما يترشانا كم زاني محمد عمر يكبر لنا ربي يعني سب ندامس جنكا ندام وجوشكا مخد كابا تعب نجار يلا أبزي عدي زلوا سدرا بيتاتنا كوريكم تقرعوا سدرا بيتهم أو زلوا كلاتكم بفلا جندك إنشينا سدرا بيتاتنا أبزلوا نزا مع التزيئة ولا كمان انتهي كجبري كادين كمان يبونون هم تحاسبنا لنا مسبلنا كم تنا ديتاتنا كم تم تقالسي أحواتنا نبراهم ويركن أفرح كنا نمو قرعة ولكن يفتوا وإن شاء الله جزاكم الله خير وهذا الكوكب من المناضلين أيضا إن شاء الله نحفظ جزء مما عملته ونسير معا ونكرمكم في بلادكم إن شاء الله وشكرا كلكم صوت وني في الله ني أمين ناصر ني أبو ناصر كلكم أنا زي سراح زون دغينا غيبكم تدالوا أنكم ونحلكم يتحازوا لي قني لي شكرا يغني لنا دكتور نقاش. ليش دائما يكرموا المميتين الاحياء منهم المفروض إن شاء الله هذه هي الفكرة. شكرا. أوكي زي ما ذكر الأخ بالضبط يعني نشيد بكل الأسرة صغيرهم وكبيرهم الذين تحملوا ورفعوا المناضل الكبير محمد عمر يحيى وعلى رأسهم بنت أخيه الأخت ست علي اللي كانت معاه لآخر لحظة من الخرطوم إلى القضارف لحد ما وري السرى. فالواحد يعني ماذا نقول؟ ما نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن كما ذكر الأخ نقاش بالذات أبناء أخوه أبناء أخته ما قصروا في شيء مع المناضل الكبير محمد عمر يحيى، يستحق وأكثر من ذلك. فزي ما يقال من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإن شاء الله تلقوه من ربكم. ففي الأخير وفي الختام عاوز أدي فرصة للأخ أمينو يختم بالتقرينة وبعده نختم مع دعوة الشيخ عمر إن شاء الله. شكرا أستاذ ناصر. أما جرش أنا بوجني كبلوز دلي أنت ده هليو لك نزيلو معلتين زخري قديم تقادلي أستاذ محمد عمر يحيى نعو إلنا استأكدنا بزعب أستاذ محمد عمر يحيى وكلكم تتقلت أون أقولي أي بلني أنا أستاذ محمد عمر يحيى بوجيرون فلتوسي ناي بحكي أتصابيبنا لكم من أنا ناي 3 دقائق نابلنا كابون لعلون بزعبة أستاذ محمد عمر يحيى كقلت إنك بهالن زكال نيرو اتتزربي اتتدبلكم مون قال لي لا يكون النيرو نسون ناي بحكي مسكرنت بتكبار زرقاقسي من مقانو كاب نسبع عامت دخوني سوسان شمونتان عامت انت عينت استواصون مسوات نكفل كم سنة بتعمي بتصبك تقولتوا أمسيكم قلنا أنا أم مجرشة حنت نجر كبل دلي كم زجرنا النجابرون الزخر نايتهم تسووا بصوتنا زنا عادي تصبقي أي سلان كون جن سلامتينا نحنا كل جزء مسموتو خمس عينت جرنا كنفانوهم نمرز بهوتهم كله لك كم زنا أستاذ محمد عمر يحيى تماساسالي تاريخ زلوم جيغانو تقادلتي
ዕድሚኦም ሙሉእ ኣብ ቃልሲ ዘሕለፉ ክሳብ ሕጂ እውን ከቢድ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ውሑዳት ኣይኮኑን ብሂወቶም ከኣለዉ ኣነ ከም ለበዋ ገይረ ክመሓላልፋ ይመርፅ ንሕና ምስ ሞቱ ከምዚ ነይሩ እዚ ነይሩ እዚ ነይሩ እዚ ነይሩ ካብ ምባል ብሂወቶም እንከለዉ ነቲ ናታቶም ታሪክን ናታቶም ጅግንነትን ብሂወቶም ዓይኖም ዝርእዎ ምስክርነት ከነቅርብ እቲ ዝሓሸ መንገዲ እዩ ይብል ሽክረን ጀዚላን ንእሽተይ ዕድል ንኡስታዝ ሰላሕ አቡ ናስር لو تعطي يا استاذ ناصر. يتفضل الاخ صلاح ابو ناصر وبعده ان شاء الله التوصيتين قلت له بولا الاخت عزيزه والمناضل صالح حيوتي وبعده ان شاء الله حنختم. لا قال التوصيه اللي انا عايز اقولها. اوكي طيب الطلبات بهيلات بهال سلازلا الاخ صلاح ابو ناصر وبعده المناضل حيوتي وبعده الشيخ عمر ان شاء الله. شكرا استاذ ابو محمد. بس انا احب اشكر الجميع اللي شاركوا في تابين الشهيد محمد عمر يحيى، وصراحة ما قيل فيه يعني أقل من حقه بكثير وأقل من عطاء كم 60 عام من النضال. فالتحية للجميع وربنا يتولاه برحمته إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة. شكرا لكم. شكرا الأخ أبو ناصر صلاح. الأخ مناضل حيوتي. شيخ عمر جهز نفسك. دقيقتين بس. السلام عليكم مرة أخرى. الحقيقة التوصية بس يعني هي أنا حتفق كلمتين مع إنه قلتين مع إنه اداني ابن الناس جزاه الله خيرا قلتين وزيادة شوية. المهم زي ما قلت لما جانا المناضل محمد عمر يحيى في الميدان وحولناه للمناضل الشهيد عمر إزاز، كان يعني رجل يعني ادانا شويه حماس مع انه نحن كنا فدائيين ومسؤولين في الجبهه الوقت ده، لكن هو ادانا دفعه معنويه وذكرنا بالمظاهره اللي هم قادوها. هم كانوا من الجيل اللي كانوا قبلنا في كرن وبعدين امتدت لاريتريا كثيره. هو جاء معه طبعا الاخوه كتار من ضمنهم محمد محمود بالع واللي هو اولاد موجودين هنا ناس صلاح وعامر، وايضا جاء معه الفنان الكبير معروف هو عبد الله، وجاء معه من المناضلين واللي كان يستضيفنا في كرن لما كنا ندخل كفدائيين المناضل الشهيد مات الله يرحمه ابراهيم عمر ركن. فهو ادانا دفعه معنويه، لكن الكلام اللي جيت من اجل انا الان هو التوصيه اللي جيت من اجل اللي قاعد فيها الان هو نحن زي ما قال الامين الان نذكر يعني مناقب مناضلينا ورعيلنا يعني لما يفارقونا. للاسف الشديد انا الان مسؤول الرعيل الاول واحاول اجمع شويه فلوس كده يمين وشمال واقلبها من اولادي ومن نفسي حقيقه. ولما اشحط ناس لما نكلم ناس عن الرعيل الاول بالذات في الاعياد في عيد الاضحى وفي عيد الفطر يعني اشعر نفسه كأن انا متصور وكأن انا قاعد اشحطني نفسي، مع ان انا مقتدر ومكتفي الحمد لله. لكن الناس لازم يعرفوا بدل ما نشكر محمد عمر يحيى بعد مماته المفروض لما نقول لكم عايزين نساعد الرعيل الاول الناس تقوم مع بعض حقيقه يعني. فالناس الملتزمين معانا مثلا اللي يعطونا شويه فلوس كان يعني المفروض ما اذكر اسمائهم، هو مثلا الدكتور نقاش عثمان من الناس اللي ملتزمين معانا، وعائله ابو انس زين العابدين شوكاي كل العائله تقريبا يعني، وعائله عبد محرب تكابو. المهم ويعديو كم نفر هم الملتزمين معانا. اما الباقيه لما انا عندي مسؤوليه مرعيل ماتوا مرعيل ما يا اخي الرعيل يا اخي لما كان عمره مثلا دخلوا السودان كان عمرهم 20 سنه سنه 81 مثلا، اليوم عمرهم كم 60 سنه ما عايشين. بعدين الرعيل مات، انا ما استاهل حياه من الرعيل ما موجود قدامكم، انا مت مثلا.
فلذلك ما الكلام السخيف ده ماشي، وبعدين الواحد يقول لك إن نحن عندنا مسؤولية ونحن قاعدين نساعدهم. يا أخي صح، أي إنسان إريتري بالذات إريتري مسلم هذا مصيبة. نحن كلنا قاعدين نساعد، لأن أهلنا حتى اللي في السعودية ما عندهم مقامات قاعدين ندي لهم، يعني نجدد لهم مقاماتهم، لأن دي مصيبة مصايبنا. لكن ما ننسى الرعيل الأول، كانوا ضباط وكانوا شرفاء وكانوا فدائيين وكانوا ألوية معانا في الميدان، وكانوا يقودوا المعارك. اليوم بناتهم يمشوا في كسرة ويشحطوا بهم في الجوامع يعني، وفي رمضان ما عندهم حتى ليمونة يعصروها في موية مع سكر. يعني ايش المسؤولية الأكبر من كده اللي أنت؟ وبعدين نحن ما نطلب منك يا أخي مرتبك أنت أو كل الملايين اللي عندك، نحن نطلب منك حاجة بسيطة، حاجة معنوية، مورال سبورت، دفعة معنوية بس، بدون شوية دفعة. فأنا يعني أقول لكم بصراحة يعني ما عايزين نسمع إنه الرعيل ماتوا، ما عايزين نسمع إنه أنا عندي مسؤوليات، ما عايزين نسمع إن شاء الله حساعد. عايزين لكم تقفوا معانا ونحن نديكم حساب ونديكم أنا كيف عمر ورمضان الناس الملتزمين معانا واللي يدفعوا دم قلبهم معانا دائما وأبدا، مع إنه يعني هم عندهم عوائل وعندهم مسؤوليات وكذا. فنحن الحقيقة الواحد والله لو عايز يتكلم في الموضوع ده وإن كان الوقت انتهى، يعني الواحد يندي له الجبين، يتمزق له القلب. فما عايزين نسمع تخاذل يا اخواننا. ادونا ان شاء الله في السنه ان شاء الله ادونا 100 كراوي، هي كويسه بالنسبه للرعيل، تحمل يوم يومين للانسان اللي في كسله او في الدار في الخرطوم او في بورسودان اللي في او حتى اللي في السعوديه او حتى اللي في البلد اللي يتصل بينا. وين انت يقول لنا؟ وهم منتظرين مننا الكثير، هم منتظرين مننا اكثر من ما نحن نستطيع، لكن احنا يجب ان نعمل اللي نستطيع فيهم. فما تقول لنا يعني في التأبينات وكذا نحن صرنا نتذكر شهدائنا أو رعيلنا بعد ما ماتوا. طيب نحن حيين وفحيين ناس عايزين نساعدهم، فوقفوا معانا وقفة إن شاء الله. وأنا كنت عايز أسمي بعد الناس برضه اللي يتعاونوا معانا اللي ساعدونا مرة أو مرتين أو ثلاثة، لكن يعني المقام ما يسمح للموضوع ده. وشكرا جزيلا وأطلت عليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعمل حملة ندعو الناس، أدعو الناس في هذا المكان. يا ما عملنا. بارك الله. بارك الله فيك المناضل صالح حيوتي. إن شاء الله الناس تكون استمعت إلى هذا النداء. فالكلمة الأخيرة للشيخ عمر، وحتى البطاريتنا قاعد تنتهي فإن شاء الله بسرعة قبل ما تخزلنا يعني. نقاش كاي شاشة غرب نتحت قبل. اوكي بسم الله. اولا اقدم تعزيتي للاسره الصغيره ولرفقاء دربه وللشعب الاريتري، واقول انا لله وانا اليه راجعون. ثم ابشر الشهيد بهذه الذكرى الطيبه التي معناها يعني قالوها جميع الإخوة سواء كانوا في السويد أو في خارج السويد أو في المناطق البعيدة يعني. وأقول بشرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد له 4 بالخير وجبت له الجنة. قالوا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال يا رسول الله 2 شهد له بالخير وجبت له الجنة. إذن محمد عمر يحيى شهد له ما شاء الله وتبارك الله، يمكن معناها غالبة الشعب الإريتري، وهذه بشرى من الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت 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 إن شاء الله تجب له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر له وارحمه وأعف عنه واكرمه نزوله واسعده يا رب العالمين. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم انه عبدك وابن عبدك ناسيته بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك، اقض في بالرحمه والغفران يا رب العالمين. اللهم اغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الذنوب كما ينقى الصف الابيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم ما قيل فيه في هذه الايام يا رب العالمين
من الذكر الطيبة فاجعله ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم اجعله ميزان حسناتك يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم نور قبره، اللهم بارك في ذريته يا رب العالمين. اللهم بارك في ذريته يا رب العالمين وصبرهم على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع اموات المسلمين، اغفر لنا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم. بارك الله فيك الشيخ عمر، وبذلك نختم الطيبين اليوم إن شاء الله. السلام عليكم. بزي نايلومي السلام ورحمة الله بدنا وبركاته. نزازم مالتي ونقولهم كأقصاب حجي كاب نجمرات حسكم سنازل لكم العلم مسقانا نقرب لكم. thank you very much. يغني لنا شكرا. نعاهم شكرا جزاكم الله خير. نزمع التزيب حنساب دوق لكم هنا. thank you جوهرة. شكرا. يغني لنا عبد مسكان لنا إذا حساب زياجين كتسمروا خاني تسفان قبر صحيفة الكالخو أمينو أنا أبقولني إذا حساب زياد لخو لذي ساعتكم راح نحن نتوسيدكم كتسمروا خاني تسفان. شكرا بارك الله بارك فيكم الله جزاكم الله فيك. خير وجزا الله ورحمة شكرا للجميع. الشهيد. طيب نشوفكم شكرا بالخير لك إن شاء أبو الله، أشرف. بالنصر والتوفيق. البركة في عليكم. الجميع يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.